السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رب تكونوا بخير. آه، النهاردة إن شاء الله هنحل تي أو سي ماس 2026 ترايل 1. كان في بعض الأفكار اللي اكتشفتها حتى بعد الامتحان، حاجات شورت كاتس بالكالكوليتر أو طرق حل للأسئلة يعني. فحسيتها كانت مفيدة يعني، فكنت عايز أقول بعضها هنا في الفيديو لعل يفيد حد لو جت أفكار متشابهة يعني في الترايل التاني. فهنحاول نحل الأسئلة كلها بالطرق العادية عادي، وكمان نقول الشورت كات أو الطريقة اللي ممكن تحلها بالكالكوليتر أو التريكات اللي ممكن في السؤال أو أسئلة متشابهة، بحيث إن هو يبقى يعني طلعنا بأكبر فايدة من السؤال يعني، والطرق المتشابهة ليه. فعشان ما نطولش نبدأ على طول. ده كان امتحان متجمع معظمه، أنا برضو كنت مجمع عندي في نوت باد كده الامتحان كله تقريبا. فلو لقيت فيه كان في حاجات هنا مش موجودة، يعني سؤال هنا مش موجود، فهحاول أشوف عندي برضو أكمله يعني عشان نحاول نحل الامتحان كله. خلينا نبدأ بأول سؤال. أول سؤال هم بيقولوا إن مش كل حاجات أكيوريت، هو فعلا هنا ما كانش فيه a سكوير دي، هو كونستانت هم مزودينه، مش هيفرق أي حاجة، ممكن أعوض عنه بأي رقم عادي، مش تفرق، لكن هو ما كانش موجود في السؤال يعني. برضه كنت مجمع عندي، وأنا فاكر ما كانت دي الإيكويجن من غير a سكويرد يعني، فأنتوا سكيبوها في السؤال وفي الاختيارات يعني. فهي كانت الإيكويجن كده x باور 4 بلس y باور 4 equal 16. وكان اول سؤال صراحه كان يعني يخض شويه، ان هو كان رخم في خطواته، بس بعد الامتحان اكتشفت ان في بخطوه واحده، او يعني مع الكالكوليتر في 20 ثانيه ولا حاجه تحلها لك يعني. فهقول الاول الحل العادي، وبعدين نقول حل الكالكوليتر اللي هو الكالكوليتر بحت يعني، برضو الباقي كان بالكالكوليتر يعني. بس المعظم اللي احنا عملناه، معظمنا اتوقع ان احنا هو عايز سكند ديريفيتيف، فاحنا عارفين الطريقه بتاعت الفيرست ديريفيتيف بالكالكوليتر يعني. مثلا لو كان في سؤال كده نراجع عليها بسرعة، مثلا كان قال y equal x power 2 plus 2x مثلا، وكان بيقول لك أنا عايز الديريفيتيف بكام، والاختيارات مثلا 2x plus 2 ولا 3x plus 4 ولا أو هكذا يعني. فكنا بنعمل إيه؟ احنا ممكن نحلها بايدينا عادي، لكن لو هي كانت صعبة وما عرفناش نحلها، كنا بنجيب الايكويجن زي ما هي ونعمل لها الديريفيتيف، ونختار اي اكس عندنا، قول مثلا 1.5، طلعت لنا ب 5 ماشي. يبقى الديريفاتيف، احنا نحفظ عندنا الديريفاتيف عند ال 1.5 هيساوي ب 5 ماشي. فكنا بقى بنستعمل الاكس اللي احنا عوضنا بيها دي في الاختيارات، ونشوف انه واحده فيهم هتطلع علينا نفس الديريفاتيف اللي احنا طلعناه. فنجرب اول واحده، مثلا 2 تايمز 1.5 اللي هي الاكس اللي احنا عوضنا بيها افترضناها، بلس 2 طلعت 5 برضه، فهي الاجابه ايه. فدي الطريقه بتاعت الكالكوليتر، كانت بتشتغل لو احنا معانا فانكشن وهو عايز الديريفيتيف بتاعها، فكنا بنجيب الديريفيتيف بالكالكوليتر ونشوف انه واحده بنفس الفاليو اللي احنا عوضنا بيها بتطلع نفس الفاليو في الاختيارات. بس هو هنا كان عايز سكند ديريفيتيف، فدي كانت رخمه شويه. فالحل اللي احنا نعمله ايه، ان احنا ممكن نجيب الاول الديريفيتيف الاول بايدينا يعني، اخف شويه. السكند ديريفيتيف بقى هو اللي هيبقى رخم شويه، فممكن نعمله بالكالكوليتر يعني. انت جبت الفيرست ديريفيتيف، فاضل لك ديريفيتيف واحده كمان وتوصل، فخلاص اعملها بالكالكوليتر، فاهم. فممكن نعمل ديريفيتيف للمساله هنا، او يعني هات الواي في طرف او اعمل ديريفيتيف على طول. خلينا نجيب الواي الاول في طرف، يعني واي باور 4 هتساوي 16 ماينس اكس باور 4، يعني واي هتساوي الفورث روت، او اللي هي 16 ماينس اكس باور 4 باور 1 اوفر 4، صح. طيب دي كده الواي، احنا عايزين نجيب الديريفاتيف بتاعها ماشي. الفيرست ديريفاتيف الاول دي واي باي دي اكس هيساوي، هننزل الباور اللي هي 1 اوفر 4 ونعمل له ماينس 1، فهتبقى 16 ماينس اكس باور 4، وهنا هتبقى نيجاتيف 3 اوفر 4. وهنضرب في الديريفاتيف اللي جوه الاختيار اللي جوه القوسين، اللي هو الفور هتنزل، النيجاتيف الاول هتبقى موجوده، الباور 4 هينزل، واكس ونقص واحد هتبقى اكس باور 3 بس. فدي كده ديريفيتيف الفانكشن دي. ده الفيرست ديريفيتيف، بس هو عايز سكند ديريفيتيف. لو هو كان عايز الفيرست ديريفيتيف كنا هنختارها على طول، بس هو عايز السكند ديريفيتيف ماشي. هنعمل ايه؟ ممكن نعمل دي بقى بالاختيارات. ازاي برضو؟ احنا معانا ايكويجن اهي، احنا عايزين الديريفيتيف بتاعها صح، مش هي الفيرست ديريفيتيف، احنا عايزين السكند ديريفيتيف، احنا عايزين الديريفيتيف بتاع دي.
فاحنا هنعمل الديريفيتيف بتاعها بالاختيارات بالكالكوليتر، ونعوض عنها في الاختيارات. حلو. فاحنا اكننا هنحط الايكويشن عادي جدا ونجيب الديريفيتيف بتاعها. نجيب الديريفيتيف ل 1 over 4، 1 over 4 16 minus x power 4 power negative 3 over 4 times negative 4 x power 3. بس دي الايكويشن هنعوض عنها باكس باي فاليو، مثلا 1.5 برضه، تطلع لنا بنيجاتيف 1.6417. نيجاتيف 1.6417. دي كده السكند ديريفاتيف y داش داش عند x equal 1.5، صح؟ طيب هنعوض بقى في الاختيارات، احنا معانا الاكس، هنعوض في الاختيارات نشوف انه واحده بتطلع نفس الفاليو دي. احنا في الاختيارات هنعوض باكس وهنعوض بالواي، سيبك من الاي سكوير، قلنا ما كانتش موجوده في الاختيارات اصلا. أه هنعوض باكس وهنعوض، لو كانت موجوده في السؤال كنا هنفترضها باي رقم في الاول، نقول مثلا a equal 1 ونكنسلها كده كده، فهي 1 هتبقى مش موجوده، فمش مش ازمه عندنا. بس احنا هنا هنعمل ايه؟ هنعوض باكس وهنعوض باي، الواي مش معانا، هنعمل ايه؟ نجيبها من الايكويشن الاصليه، مش احنا كنا عاملين هنا واي ايكوال الكلام ده؟ صح، انت هتعوض باكس ب 1.5، الواي بقى بكام؟ احنا فاضل لنا دي عشان نعوض بيها، هنعمل الايكويشن عادي. انا كاتبها هنا فبس هشيل الديريفيتيف. نرجع هنا، نشيل الديريفيتيف بس بقى، دي الايكويشن اللي كتبناها عادي. هندوس كالك عند ال 1.5، هيطلع لنا الواي بنيجاتيف 0.561 61. ماشي. دي كده الاكس ودي كده الواي. حلو. هنعوض في الاختيارات ونشوف انه واحده هتطلع لنا نفس الفاليو دي. نيجاتيف، نجرب اول اختيار، نيجاتيف 48 تايمز اكس اللي هي 1.5 سكويرت على واي اللي هي نيجاتيف 0.561 all باور 7، تطلع 6175. ويت، هو انا ثانية واحدة. معلش انا جبت الواي دي غلطة من عندي، معلش. الواي هي الفانكشن الأساسية، انا زودت يعني شيل الحتة دي كده. معلش نكتب الايكويشن عادي، 16 minus x باور 4 all باور 1 over 4. دي الايكويشن يعني، دي الواي هنعوض عنها ب 1.5، هتطلع لنا 1.818. معلش انا اتلخبطت في الفانكشنز، بس انا جبت الديريفاتيف مش واي، هتبقى 1 1.81. ماشي. فهنرجع نعمل نفس اللي احنا عملناه تاني. آه... ايوه اهي، بس بدل الواي دي هنحط الواي الحقيقية اللي احنا طلعناها اللي هي 1.818، تطلع نيجاتيف 1.64، اللي هي نفس الإجابة دي. ماشي معاكم؟ فاختيار ايه هو الإجابة، وفعلا هو ده الحقيقي. لو عوضت عن باقي الحاجات هيطلع لك فاليوز بعيدة خالص، لو انت خايف هل هي الإجابة فعلا ولا لأ، إن هي مش بالظبط، لأ هي بالظبط عادي. لو عوضت عن أي واحدة منهم ب 16 مثلا هتلاقي إن لأ بعيدة أوي. فهي الإجابة إيه فعلا. تاني عملنا إيه؟ جبنا الديريفيتيف الأول بإيدينا والديريفيتيف التاني عملناه بالكالكوليتر. طيب هل من الأول خالص أقدر أقدر أحل المسألة بالكالكوليتر بس؟ أه. إزاي بقى؟ فخلينا نشرح بسرعة طريقة السكند ديريفيتيف بالكالكوليتر. ماشي. بص، هو الطريقة كطريقة يعني هي طريقة فهم كإيه، بالحب، بس يعني تفسير علمي وكده متوقعش مهم قوي، بس يعني خلينا نقول عشان الوقت نقول الطريقة على طول. آه، فنفترض ان احنا عندنا، يعني خلينا نشرح على اي فانكشن عادية الاول. y equal x power 2 plus 2x. ماشي. عايزين نجيب السكند ديريفاتيف y داش داش عند ال 1.5 مثلا، مالها ال 1.5 معاها، هتطلع بكام؟ بنعمل ايه؟ اول حاجة بنجيب الفيرست ديريفاتيف عادي، نعمله عند x باور 2 plus 2x. نيجي عند x عند نفس الفاليو اللي هو عايزها، طلعت لنا ب 5. سجل عندك ال 5 دي، سميها ايه مثلا. ماشي. طيب بعدين
هنعمل نفس الكلام تاني، بس بدل ما نعوض 1.5 هنزود 10 باور نيجاتيف 5، هنزود رقم صغير خالص، قول مثلا 10 باور نيجاتيف 5. ماشي، هيطلع لنا ايه؟ 5.00002. سجله عندك برضو. 5 بوينت، دي كام زيروهات؟ 4 زيروهات. ماشي، هتعمل ايه بقى بعد كده؟ خلاص انت كده طلعت ايه وطلعت بي. هتعمل بي ماينس ايه على الديفرنس، هتعمل بي ماينس ايه على ال 10 باور نيجاتيف 5 اللي احنا عملناها دي. طريقه سهله يعني. هنعمل 5.0000، او ممكن تجيب الانسر وخلاص عشان نبقى اكد. انسر احنا لسه مطلعين ماينس 5 على 10 باور نيجاتيف 5، طلع لنا 2. ماشي، طلعت 2 بالظبط. هل السكند ديريفيتيف ب 2 فعلا؟ تعالوا نجيبها بايدينا اصلا. الفيرست ديريفيتيف هيبقى 2x بلس 2. السكند ديريفيتيف باور رول دي هتنكنسل، فهيبقى لنا 2، وده فعلا السكند ديريفيتيف. السكند ديريفيتيف كونستنت، فهيبقى ب 2 فعلا. شفتوا الطريقه سهله ازاي؟ حرفيا كل اللي عملناه الفيرست ديريفيتيف بس جبناه مرتين، مره بالرقم عادي ومره زودنا عليه رقم صغير خالص، وفي الاخر حسبنا الايكويشن دي بي ماينس ايه على 10 باور نيجاتيف 5. دي اثباتها للليميتس لو حد لقطها يعني، بس مش مهم. تعالوا نطبق نفس الموضوع على المسألة دي. انا ما كنتش اعرف انها هتشتغل، خفت ما يعني، كنت سمعت الطريقه قبل الامتحان وخفت اجربها ولا ما تشتغلش. بعد الامتحان جربتها لقيت طلعت نفس الفاليو بالظبط، اتفاجئت يعني. عشان كده كنت انا عامل الفيديو مخصوص عشان الحته دي الصراحه. بالذات يعني. فخلينا اول نجيب الواي. انت دخلت على المساله عادي، بطالب منك سكند ديريفيتيف، وانت عايز توفر عليك على نفسك وقت يعني. سيبك من كل اللي انا قلته ده، ممكن تبدا من اول دلوقتي عادي. اول حاجه هتعملها ايه؟ المجهود اللي انت هتعمله انت تجيب واي في طرف عشان نجيب الديريفيتيف بتاعها، صح؟ احنا جبناها اوريدي اللي هي 16 ماينس اكس باور 4 اول باور 1 اوفر 4. ده كل المجهود اللي انت هتعمله. بعد كده هتفتح الكالكوليتور، هي تعمل لك الباقي. معانا فانكشن واي وعايزين نجيب السكند ديريفيتيف بتاعها، صح؟ صح. هنختار اي اكس عندنا، اكس ب 1.5 زي ما قلت. ماشي، هنجيب الفيرست ديريفيتيف الاول اهو. ديريفيتيف للفانكشن دي 16 ماينس اكس باور 4 اول باور 1 اوفر 4 عند 1.5. طلع لنا بكام؟ نيجاتيف 0.561. هي A equal نيجاتيف 0.5611. طيب وB هنعمل ايه؟ نفس الحاجة بس هنزود في الآخر ايه؟ بلس 10 باور نيجاتيف 5. ماشي، هو الديفرنس صغير قوي، فممكن نعمل حركة حلوة عشان هو هنا الديفرنس هيبقى صغير قوي، مش باين لو انا كتبته يعني، هيطلع نفس الحاجة. فخلينا نسميهم يعني. هنا ايه؟ عملناها هنا ايكوال. ماشي، هنعمل هنا شيفت ستور، في هنا حرف ستور هنخزنه في حرف الاي. بس انا كده خزنت الناتج عندي في الاي، نفس الاي ايكوال، بس كل اللي عملته عملت شيفت ستور في الاي، يعني الكالكوليتر سجلت عند الفاليو دي بايه. حلو. ماشي، هنرجع هنا ونزود 10 باور نيجاتيف 5، طلع لنا فاليو. هنعمل شيفت ستور في البي. ماشي، خلاص انا كده خزنت عندي الناتج A والناتج B. في الاخر هنعمل نفس اللي احنا عملناه، B ماينس A على 10 باور نيجاتيف 5. B ماينس A على 10 باور نيجاتيف 5، هيطلع لنا نيجاتيف 1.6418. فاكرين الناتج ده؟ اللي هو نفس اللي احنا كنا مطلعينه في الاول، اللي هو لو عوضت عن values x، يعني انا طلعت الناتج ده اوكي. هعمل بعد كده ايه؟ انا كنت مفترض ان الاكس ب 1.5، هعوض عن الاختيارات باكس ب 1.5. طب والواي؟ الواي هجيبها من الايكويشن الاصليه اللي هي كانت انا ما اتذكر كانت 1.818. بس معانا الاكس ومعانا الواي، هتعوض عنهم وتشوف انهي واحده هتطلع لك نفس الفاليو دي. فاهمين الطريقه؟ هي بجد يعني رائعه رائعه. كل اللي عملناه يعني، اتوقع الطريقه لطيفه. كل اللي عملناه عملنا اخدنا الفيرست ديريفيتيف عادي بس عند فاليو افترضناها، ونفس الفاليو بس زودنا عليها رقم صغير 10 باور نيجاتيف 5. وفي الاخر حسبنا بي ماينس اي على 10 باور نيجاتيف 5، طلع لنا السكند ديريفيتيف جاهز خلاص. لو كان موجود في الاختيارات كنا هنختار، بس المشكله ان هو مش موجود في الاختيارات، هو موجود في الاختيارات بدلاله الاكس وبدلاله الواي. بس بسيطه، مش احنا افترضنا اكس ب 1.5؟ هات الواي بتاعها من الايكويشن وعوض عن الاكس والواي. ماشي، ده أول سؤال. هو ممكن نطول معانا بس عشان أنا كنت عايز أشرح الحتة دي، بس يعني طريقة رائعة الصراحة. تستاهل يعني. طيب تاني سؤال. بيقول لك دي equation موجودة implicit function، هو عايز equation of the tangent at the point كذا. ال equation of the tangent بتكون y equal mx plus c عادي
بحيث ان الام دي بتكون السلوب، بتكون الديريفيتيف بتاع الفانكشن الاساسيه. ماشي، لان هي يعني جرافيكلي هي كده، وانت بتاخد equation of the tangent اهو، فالديريفيتيف اللي انت بتاخده للفانكشن هيطلع لك اصلا السلوب بتاع الخط ده. ماشي، فاحنا بس يعني احنا الرقم اللي هنا ده حرفيا اكني بقول هات السلوب بتاع الفانكشن، هات الديريفيتيف بتاع الفانكشن. ماشي، خلينا نعملها كده. اكس باور 2 في اكس، ادي الايكويشن اهي، واحنا عايزين نجيب الديريفيتيف بتاعها. ماشي، هل ده ممكن نعمله بالاختيارات؟ اه. ايه المجهود اللي انت محتاج تعمله؟ ان انت تجيب الواي بطرف لوحدها. طيب هنعمل ده ازاي؟ ودي الاكس باور 2 الناحيه التانيه، بالديفايدد يعني، مش هي مضروبه في الفانكشن اهي، تبقى equal 1 over 2 x squared. ماشي، انا وديت بتاع الناحيه التانيه بس، وودي الاكس باور 2 دي الناحيه التانيه بالنيجاتيف بس، فهتبقى y squared equal 1 over 2x squared minus x squared. بس هات y في طرف لوحدها، يعني هات y بتساوي سكوير روت، يعني نمسح بس كده، y هتساوي سكوير روت 1 over 2x squared minus x squared بس. ده الموجود اللي احنا عملناه، واحنا عايزين نجيب الدريفت بتاع الفانكشن دي. المجهود اللي احنا عملناه احنا جبنا واي في طرف، لا ولا حاجه في الاخر. ال الكالكوليتر هتقوم بالباقي. هنعوض عند اكس بكام، هو مدينا اصلا البوينت، فاحنا مش محتاجين نفترض ده، هو هنعوض عند الاكس بروت 2 اوفر 2. فانا عارفين انك، اني بقول له هات لي الديريفيتيف عند روت 2 اوفر 2 للايكويشن دي، روت 1 اوفر 2 اكس سكويرد ماينس اكس سكويرد عند ايه، عند روت 2 على 2. معلش هنكمل. فهنحسبها طلعت بنيجاتيف 3. ماشي، يبقى ده كده السلوب بتاعنا، لان احنا قلنا الديريفاتيف هو السلوب بتاع الايكويشن بتاعت التانجنت، صح؟ طيب، يبقى الايكويشن فيها نيجاتيف 3x، صح؟ اهي، يبقى يا اما بي يا اما دي. احنا مش عارفين بقى الكونستنت ده، احنا عارفين ان هي y ايكوال نيجاتيف 3x بلس c، بقى احنا مش عارفين ايه السي دي، صح؟ طيب، هنجيبها ازاي؟ هنجيبها من البوينت اللي هو مديها، هو مدينا بوينت اصلا بتعدي بيها الايكويشن اللي هي روت 2 اوفر 2 وروت 2 اوفر 2، فهنعوض عن الواي بروت 2 اوفر 2 هتساوي نيجاتيف 3. نمسح بس العك ده، هتساوي نيجاتيف 3 تايمز روت 2 اوفر 2 بلس سي. ماشي، ممكن تحط ده في الكالكوليتر زي ما هو كده، هتساوي نيجاتيف 3 روت 2 اوفر 2 بلس اكس، وتعمل شيفت سولف يطلع لك الاكس 2.828 اللي هي 2 روت 2. خلينا نتأكد، هي 2 روت 2، فالسي هتطلع 2 روت 2 بس. فالإيكويجن y equal negative 3x plus 2 root 2 اللي هي answer دي. ماشي، أنا متأكد برضه من الموديل answer هنا، الإيكويجن دي فين. ماشي، السؤال بتاع الهابل تلسكوب ده برضه كان رخم شوية. هو كان نفس الفكرة كانت متكررة كتير قوي في الامتحان، فيعني بقت بتيجي كتير قوي، اللي هو يقول لك عايز الماكسيمم، وفي الآخر لو حد ما خدش باله إن إحنا بنعوض بالليميتس ذات نفسها اللي هو مديها لنا، ممكن تطلع الإجابة. خلينا بس نشرح واحدة واحدة. هو عايز ماكسيمم اكسلريشن، هو كان مدينا الفيلوسيتي. خلي بالكم من الألفاظ لأن في برضه ناس اتلخبطت منها. هو عايز ماكسيمم اكسلريشن، فاحنا الأول هنجيب الاكسلريشن ونجيب الماكسيمم بتاعه، والماكسيمم بتاعه بيتجاب بالديريفيتيف. ماشي، فالأول أول خطوة إن احنا نجيب الاكسلريشن بس، عشان ما نتلخبطش والناس تفتكر إنه عايز ماكسيمم فيلوسيتي، لا، الماكسيمم اكسلريشن الأول. فهننزل الحاجات دي الأول، يعني خلينا نعملها بالكالكوليتر عشان هي كويجن عبيط الصراحة. 0.01302 تايمز 3 يطلع 3.906 تايمز 2 معلش على الخط بس.
احنا نزلنا الباور، احنا من الاخر عملنا الدوت فاعل، نزلنا باور واحنا عملنا ماينس 1 فتي سكويرد ماينس، هنعمل التانية دي تايمز 2 برضه، تطلع 0.18 058 دي بلس دي زي ما هي 23.61. دي كده الاكسلريشن دي اللي احنا عايزين نجيب الماكسيمم بتاعها. طيب ازاي بنجيب الماكسيمم بتاع اي حاجه؟ الطريقه اللي دايما يعني كانت بتوفر برضو في الامتحان، آم، كنا شرحناها في فيديو الكالكوليتر يعني، فمش مش هنتكلم عليه كتير. بس احنا بنعمل ديريفيتيف عادي، ماشي، بنحط الايكويشن x باور 2 minus 0.18058 x بلس 23.61. انت لو عايز تجيب الماكسيمم انت هتعمل ديريفيتيف تاني وتطلع ايكويشن لينير وتجيب التيب كام، ويبقى هو دي اللي عند التايم اللي عنده الماكسيمم وتعوض بيه عادي. لكن انا بتكلم لو احنا عايزين نعمل بالكالكوليتر، كنا بنعمل هنا اكس، تمام، انا عند اكس وبنساويها آه معلش ثانية، بنساويها بزيرو. بس فاحنا كنا بنقول ايه ايه الاكس اللي عندها الديريفيتيف بيساوي بزيرو، اللي هو هيطلع الماكسيمم في الاخر، وبنعمل شيفت سولف وفي الاخر بيطلع لنا الاكس دي بكام. لكن قلنا كان في بعض الالات ما عندهاش الموضوع ده، ما عندهاش الشيفت سولف ان هي تحط اكس في الديريفيتيف، ماشي. فكنا بنعمل ايه؟ حاجه بسيطه يعني، انت لو عندك آلتك شغاله كده فخلاص تمام اوكي. لو ما عندكش فانت بكل بساطه هتجيب الديريفيتيف عادي، او تساويه تساوي يعني الديريفيتيف بالاكسلريشن، ماشي. ويعني تفترض ان هو ده الماكسيمم اكسلريشن، مثلا تقول ان هو 62.87 وتساويه بالايكويشن دي كده وتطلع تي كام، وتشوف التي دي هل الديريفاتيف بتاعها بيساوي زيرو ولا لا. لو يبقى هو ده الماكسيمم، فاهمين؟ فاحنا ممكن عادي نجيب الديريفاتيف وهنطلع التي، ماشي، هتطلع بفاليو معينه، بس في الحقيقه مش هيطلع هو ده الماكسيمم، يعني هيطلع لنا تي مثلا قول مثلا ما اعرفش 3.6 مثلا، نيجي نعوض عنها هتلاقي لنا اكسلريشن برقم ما اعرفش 40 ولا حاجه، حاجه مش في الاختيارات اصلا. ليه؟ لانه عايز الماكسيمم اكسلريشن ما بين رينج معين. فاحنا هنجرب، لو ما طلعناش اللي احنا طلعناه دي اسمها اللوكال ماكسيمم، ماشي، بس هو عايز الابسوليوت ماكسيمم، هنطلعها بان احنا نعوض بالرينج برضه. فاحنا هنجيب الاكسلريشن زي ما هي كده، بعد ما جربنا اللوكال هنجرب الرينج اللي عندنا اصلا. فهنعمل كالكوليت بالاكس ال تي ايكوال 0 مثلا، طلعت لنا 23.6، لا ده مش الماكس. طيب هنعمل كالكوليت بالتايم 126، طلع لنا 62.85 اللي هي دي ايه، ماشي. بس فاحنا حرفيا جبنا الاكسلريشن وعوضنا بالتايم ده، ماشي. في ساعات الماكسيمم هيطلع معاك الليميت بان انت تعوض بالرينج اللي هو مديهولك، وساعات هيطلع لك بان انت تجيب الديريفيتيف عادي اللي احنا عارفينه، ماشي. طيب سؤال أربعة ما كانش موجود، لكن أنا برضو مش فاكر الفانكشن، لكن هو كان السؤال بيقول لك عندي فانكشن مديني فانكشن معينة مثلا، مش فاكر كانت ايه الصراحة، بس كان عايز الماكسيمم بتاعها من رينج نيجاتيف هاف لفور تقريبا، كانت كده. بيقول لك الماكسيمم هيطلع عند تي ايكوال كام او عند اكس ايكوال كام. فكانت نفس الطريقه بالظبط، جينا نعملها بالديريفيتيف ما نفعتش، عوضنا عن 4 عن الرينج اللي هو مديهولنا، طلعت الماكسيمم، ماشي. آه فانت خلي بالك من الحته دي. هو كان عايز كاتب في السؤال عايز ابسوليوت ماكسيمم، فلما يقول لي كلمه ابسوليوت فانا هجرب حاجتين، هجرب اللوكال ان انا اعمل الديريفيتيف عادي واساويه بزيرو، وهجرب ان انا اعوض باقل فاليو واقصى فاليو هو مديها لي، ماشي. اللي بعده كان بيقول لك rectangular field is to be fenced along three sides. انا السؤال ده قعدت كتير عشان افهمه يعني، فكان صياغته ما كانتش مكتوبه كويس في الامتحان الصراحه. بس هو بيقول لك ان الفورث سايد bordering a river ومش لازم ليها فence. فاحنا عندنا الفنس عباره عن كده، والفورث سايد مش لازم له فنس يعني ما ملوش، ماشي. فنفترض ان هي دي اكس ودي اكس وده واي، هو ريكتانجلر عادي، دي كانت المفروض تبقى واي لكن هنكنسلها ان هو قايل الرابع مش عايزينه، ماشي. آه آه هو في نوعية المسائل دي هو بيكون عايز حاجة ماكسيمم و...
وبنستفاد من حاجه هو مديها في المساله. هو عايز ايه الماكسيموم؟ عايز ماكسمايز ذا اريا او مينيمم يعني. ماكسمايز ذا اريا، ايه الاريا؟ الاريا بتاعت الشكل ده هي ايه؟ اكس اوف واي، ريكتانجل عادي. طيب علشان نجيبها لازم نستفاد بحاجه هو مديها في المساله اللي هي ايه؟ ان التوتال فينس 2400. طب احنا مستعملين قد ايه؟ احنا مستعملين اكستين وواي، يبقى اللينس ايكوال 2x بلس y، واللينس ده بيساوي كام؟ 2400. طيب حلو. هات y بدلالة الاكس، فنقول y equal 2400 minus 2x. بس فهترجع للاريا دي بقى هتساوي x في 2400 minus 2x. بس طول ما انت عندك اريا ومعاك unknown واحد بس، خلاص ده انت كده وصلت يعني الحته السهله. اوكي، هتعمل ايه بكل بساطه؟ هو عايز الماكسيمم اريا. هنحلها ازاي؟ بطرق الماكسيمم عادي. حرفيا انت ممكن تحطها في الكالكوليتر وتساوي بنفس الطريقه عند اكس، يعني تقول الديريفاتيف عند اكس 2400 ناقص 2 اكس. عايزين قوس كمان؟ لا كده خلاص. عند اكس هيطلع لنا زيرو. هتشوف الاكس طلعت لك بكام وتعوض عنها في الاريا. هو عايز الماكسيمم، لا هو عايز الاكس ماشي، هتطلع لك اكس معينه، هتبقى هي دي الماكسيمم. برضو خلي بالكم من نقطه لو هي في اكتر من اكس، يعني لو في اكتر من اكس ممكن تطلع لك، فساعتها جرب بايدك احسن، بالذات حاجات الانفليكشن بوينت والكريتيكال بوينت اللي هي انت لازم تجرب بايدك. ماشي. طيب او هنا ممكن نجيب الديريفيتيف عادي، الديريفيتيف سهل يعني، او هنساويه بزيرو. ماشي. المهم يعني ان هيطلع لنا في الاخر الاريا كانت تقريبا 600 في 1200، هيطلع لنا الاكس ب 600 باين، وهنعوض في الاكسجين الأصلية اللي هي دي علشان نجيب الواي، فهيطلع لنا ال 600 و 1200 على ما أتذكر، صح؟ اه 600 و 1200 بنفس الطريقة كده، والديريفيتيف أهو. ماشي. طيب هنا بيقول عايز ال critical numbers بتاعت الفانكشن دي. ازاي نجيب ال critical points؟ هو عايز critical point، مش عايز اسمها critical numbers. ماشي. الإيكويجن هي y equal x باور 2 over 3. دي لازم نجربها بإيدينا عشان نشوف ال critical points. ايه critical points؟ critical points هي اللي عندها الديريفيتيف بزيرو. هنجيب الديريفيتيف، هننزل 2 over 3 في x. 2 over 3 minus 3 over 3 هيطلع لنا نيجاتيف 1 over 3. نيجاتيف 1 over 3 دي اللي هي ان احنا هننزل الاكس الاكس لتحت يعني، باور 1 over 3. 1 over 3 اللي هي كيوبيك روت 3 يعني. فممكن نكتبها بطريقة أحسن اللي هي كده. بس دي كده الديريفيتيف. ماشي، 2 over 3 في كيوبيك روت 3. طيب الكلام ده بيساوي زيرو امتى؟ هل ده ممكن يساوي زيرو أصلا؟ لا، الاكس اصلا تحت الايكويشن دي عمرها ما هتساوي زيرو. فممكن واحد يضطر يروح مختار ايه. بس دي غلط، لان الكريتيكال بوينت كان تعريفه في حاجه زياده. بيقول لك ان الديريفيتيف يساوي زيرو او الديريفيتيف يطلع unknown، يطلع يعني undefined. ماشي. فامتى امتى الفانكشن دي ممكن تطلع undefined؟ يعني قلنا مش هتطلع زيرو، هل ممكن تطلع undefined؟ ايوه. لو عوضنا عن الاكس بزيرو تحت في الدينومينيتور هيبقى بزيرو، اي حاجه على زيرو undefined. فانا عندي عند الاكس ايكوال زيرو undefined، يبقى دي critical point، فالاجابه هتبقى 1. صح. اه, ماشي. هو عايز the critical numbers. بص انا مش فاكر صيغه السؤال، اللي هو كان بيقول عايز the number of critical points، فهي احنا عندنا critical point واحد بس. لو هو كان بيسأل على critical point ذات نفسها، لو هو كان بيقول كده find the critical point، فهتختار زيرو. هو ده critical point فعلا. ماشي. لو هو كان عايز the number of critical points، فهي في critical point واحدة بس، هي ايه؟ هي زيرو. ماشي. اوكي نحل اللي بعده. آه ماشي. بيقول مدينا position function، بيقول how many times does the particle change direction. change direction دي يعني ال velocity كانت positive وبعدها بقت negative، او كانت negative وبعدها بقت positive. فاحنا من الاخر هنشوف ال critical points اللي هي ال velocity بزيرو امتى. نشوف قبلها وبعدها اكنها critical point عادي، اكنها local maximum و local minimum. هتلاقوا اصلا ان معظم الامتحان كده، يعني معظم الامتحان هتلاقي انت ايه قاعد بتجيب ديريفيتيف وتجيب زيرو، مثلا يقول لك ماكسيمم كده، مينيمم كده، كريتيكال بوينت، انفليكشن بوينت، على حاجات الفنس اللي يقول لك ماكسيمم مينيمم برضه، تشينج دايركشن.
يعني معظمهم بيلعبوا في الحته دي. فانت في تشينج دايركشن يعني ان هتشوف قبله وبعده. خلي بالك من الكونديشنز اللي هو بيبقى حاططها في نص السؤال دي، يعني اقرا السؤال تاني زي سؤال الميكا بتاع، كان عايز النورم، محدش فينا اخد باله يعني. فيعني حاول تقرا السؤال كويس يعني. ماشي، فاحنا هنجيب الفيلوسيتي عادي. خلينا الحاجات، نوعية الأسئلة دي اللي أنت هتبص قبلها وبعدها، يفضل اعملها بإيدك علشان لا يكون في حاجة لعب أو في حاجة غلط يعني. فهتجيب الدريفت عادي 3t سكويرد، هننزل الباور هتبقى 6t. وهنا مفيش حاجة. بس فدي كده الفيلوسيتي. ماشي، هنجيب الكريتيكال بوينتس بتاعة الفيلوسيتي، صح؟ الأول يعني هنساويها بزيرو. ماشي، احنا جبنا الدريفت بتاع الديسبيسمنت اللي هو الفيلوسيتي هنساويه بزيرو. خلينا ناخد ال 3t كومن فاكتور، هيتبقى لنا t minus 6، t minus 2. الكلام ده بيساوي زيرو. يعني ده بيساوي زيرو عند ال t equal زيرو أو عند ال t equal 2. فدول الحالتين اللي البارتيكل هتتشينج دايركشن فيهم، او خلينا نتاكد برضه. بس دول كريتيكال بوينتس، هل هم هيتشينج دايركشن ولا لا؟ لازم نتاكد بايدينا. الاول هنعمل نمبر لاين وفي 0 و2، وهنبص قبلها وبعدها. خلي بالكم بس من الكونديشن، يعني خلينا الاول نحسبها. ماشي، نكتب الايكويشن زي ما هي اهي، 3x و x minus 2. وهنعمل كالكوليت. انا كتبت الايكويشن عادي، هنعمل كالك عند اي حاجه قبل الزيرو. نقول مثلا نيجاتيف 5، طلعت لنا رقم بوزيتيف. حلو. طيب هنشوف ما بين الزيرو و2 اي رقم زي ال1 مثلا، لان انا رقم نيجاتيف. جميل. اي رقم بعد ال2، قول مثلا 5، لان انا رقم بوزيتيف. بس فاحنا هنقول ان هو سويتش من بوزيتيف لنيجاتيف، يعني كده تشينج دايركشن، يعني الزيرو معانا. وهنقول ان هو سويتش من نيجاتيف لبوزيتيف، فهنقول ان هو تشينج دايركشن عند ال2، فال2 معانا، فهنختار ان هو تشينج دايركشن 2 تايمز. بس ده غلط، لان هو قايل كونديشن ان التي بيجر ذان اور ايكوال 0، يعني احنا بنبدا من هنا. فانا مش هبص اللي قبل كده، انا مش هبص انا هبدا من هنا. فانا مش ههتم ان هو كان بص، فانا عندي هو بدأ حركته من النيجاتيف. ماشي، فعشان كده الزيرو مش معانا، فالوحيد اللي معانا هيبقى آم، عند التو. انا اتوقع المسألة ما كانتش كده بالظبط، انا مش فاكر ان هي كانت كده الصراحة، بس كانت حاجة شبه كده يعني. بس ادينا فكرة عرفناها يعني. انت اتأكد بايدك واعمل نمبر لاين وشوف الكونديشنز اللي هو مديها لك. دي مدينا فانكشن كانت برضه عايز لوكال ماكسيمم وانفليكشن بوينتس وما اعرفش ايه. ودي برضه يعني نصيحة، الحاجات اللي فيها لوكال ماكسيمم او انفليكشن بوينت او كده، جرب بايدك احسن تتأكد ان هي لوكال ماكسيمم فعلا ولا لا. بلاش بالكالكوليتر، لان في الكالكوليتر بيطلع لك كذا حل، ممكن حل منهم ما يظبطش، هو بيلعب على الحتة دي. طيب، فهو عايز اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم والانفليكشن بوينت. خلينا نبدأ باللوكال ماكسيمم الاول. بنجيبه ازاي؟ ان احنا نجيب الكريتيكال بوينت، وان احنا نجيب الديريفيتيف ونساويه بزيرو. الديريفيتيف بتاع حاجة زي دي ايه؟ هيطلع 3x سكويرد ماينس البارت اللي جوه، هتطير ال 2 هنا، هيبقى لنا 3 اكس. ده كده الديريفيتيف. ماشي. ناخد ال 3 اكس كومن فاكتور، هيبقى لنا اكس ماينس 1. الكلام ده هنساويه بزيرو عشان نجيب الكريتيكال بوينتس. فالكريتيكال بوينت عند الاكس ايكوال 0 او عند الاكس ايكوال 1. دول الكريتيكال بوينتس، دول مش توكل ماكسيموم. احنا هنعرف ازاي؟ نعرف ان احنا نرسم النمبر لاين، ونقول هنا 0 ونقول هنا 1. هنكتب الايكويشن زي ما هي على الكالكوليتر، نقول 3x في x minus 1. وهنعمل كالكوليت اي حاجه قبل الزيرو كام؟ نيجاتيف 5 مثلا، تطلع لنا رقم بوزيتيف، هنكتب هنا بوزيتيف. حاجه ما بين الزيرو وال1، قول 0.5 مثلا، نيجاتيف. ماشي. طب حاجه بعد ال1، 2 مثلا، بوزيتيف. طيب، فعند الزيرو هي قلبت من بوزيتيف لنيجاتيف، يعني الزيرو دي ايه؟ لوكال ماكسيمم. طيب وعند ال1 قلبت من نيجاتيف لبوزيتيف، يعني ال1 دي ايه؟ لوكال مينيمم. بس فاحنا اللوكال ماكسيمم عند اكس ايكوال 0 صح، اللوكال مينيمم عند اكس ايكوال 1 صح. الانفليكشن بوينت لسه مش عارف ايه. اللوكال ماكسيمم عند اكس ايكوال هاف لا، اللوكال مينيمم عند اكس ايكوال 1 لا، اللوكال مينيمم عند اكس ايكوال هاف لا. فالاجابه هي ايه؟ من غير ما نجيب الانفليكشن بوينت. طب تتاكد من الانفليكشن بوينت، هنجيب السكند ديريفيتيف لده. الديريفيتيف ده ايه؟ هننزل ال 2 هتبقى 6x ماينس 3، هنساويه بزيرو صح. ناخد ال 3 كومن فاكتور، هيبقى لنا 2x ماينس 1 equal 0. او هتودي بتاع الناحية التانية، خلاص هيطلع لك ان x equal half. ده الانفليكشن بوينت.
اهو انفليكشن بوينت الاكس ايكوال هاف، بس فالايكويشن دي صح. ماشي، الاختيار ده صح اصلا. the position of a particle moving along a line given by s for t equals n equals 0. خلي بالك من الحاجات دي، ما اعرفش ده فرق ولا لا، انا لسه بقرا السؤال اصلا. the maximum value of the velocity. طيب، هو عايز maximum value of the velocity تاني، بيلعب في الحته دي، خلي بالكم برضه. maximum of the velocity يعني ما تجيبش الماكسيمم بتاع ده، هو عايز الماكسيمم بتاع الفيلوسيتي، يعني هات الفيلوسيتي الاول وهات الماكسيمم بتاعها. طيب، فهنعمل ايه؟ هنجيب الديريفاتيف الاول بايدينا. الباور هينزل، هيبقى نيجاتيف تي سكويرد بلس 8 تي بلس 1. ده كده الفيلوسيتي. هو عايز الماكسيمم بتاع الفيلوسيتي، يعني احنا هنجيب الديريفاتيف تاني. آه، طالما هي باور 2 يعني الديريفاتيف هيبقى لينير، فانت عندك حل واحد بس، فانت ممكن تعمله بالكالكوليتر عادي، او دي سهله ممكن تعملها بايدك. لكن انا بتكلم انت عايز تعمل بالكالكوليتر، هتعمل نفس الكلام، نيجاتيف، تكتب الايكويشن عادي x بار 2 بلس 8x بلس 1. هتجيب الديريفاتيف بتاعها عند x معينه انا ما اعرفهاش، هتطلع بزيرو، والاكس اللي هتطلع لي دي هتبقى هي الاكس اللي عندها الماكسيمم. ماشي. زي ما قلت لكم هنا، بس مفيش الكلام ده في الكالكوليتر ده، حتى لو انت ما عندكش هي سهله. هتجيب الديريفاتيف بتاع الفيلوسيتي اللي هو الاكسلريشن، نيجاتيف 2 تي بلس 8، وهتساوي بزيرو، فهتودي الناحيه التانيه تي، هتطلع لك تي ب 4. فدي كده التي اللي عندها الماكسيمم، انا مش محتاج اتاكد من ده. فده التي اللي عندها الماكسيمم. طب انا عايز التي عندها الماكسيمم ولا عايز الماكسيمم فيلوسيتي؟ ما حدش يختار الاربعه على طول يا جماعه. شوف هو عايز ايه، هو عايز الماكسيمم فاليو، مش عايز التي اللي عندها الماكسيمم. فاحنا هنعوض عند الفاليو هنا، هنعوض في الفاليو دي. نيجاتيف تي باور 4 نيجاتيف 16 بلس 8 تايمز 4 كده 4، يعني نيجاتيف 8 تايمز 4 بلس 1، يطلع لنا نيجاتيف 47. انا فاكر ان الاجابه كانت نيجاتيف 47 فعلا. آه بس انا اتاكد ثانيه واحده. معلش، انا اللي حسبت غلط يعني، فاكس ما تحسبش بايدك تاني، هي مش نيجاتيف هنا، هي بوزيتيف. 70. ماشي، شكرا. ماشي. ففي تريكتين نطلع بيهم من السؤال ده. نشوف هو عايز ماكسيمم ايه، هو عايز ماكسيمم فيلوسيتي، فانت الاول هتجيب الفيلوسيتي تجيب الماكسيمم بتاعه. تاني حاجه ان هو مش عايز التي، هو عايز الماكسيمم ذات نفسه، ما تختارش التي على طول. ماشي. The theater has 30 rows of seats. The first row contains 47 seats, and each succeeding row contains 4 more seats than the previous row. How many seats are there in the theater? ماشي. بيقول لك إن في مسرح فيه 30 رو، الرو الأول 47، وكل واحد فيه 4 روز أكتر من اللي قبله. فهيبدأوا هما 47، بعدها هيبقى 51، بعد كده هم الأرقام ما كانتش كده، الأرقام ما كانتش كده تقريبا، أيا يكن هي نفس الفكرة يعني. 55 بعد كده 59 وهكذا. فده كده arithmetic sequence. ماشي. هنعمله ازاي؟ انا مش فاكر الايكويشن، بس انا افتكر. اوكي، افتكرتها. الايكويشن هي ان الصم بتاع الارثمتيك، هو عايز هاو ماني سيتس، فهو عايز الصم من الاخر، عايز الصم بتاع كل رو، فعايز الصم في arithmetic sequence اللي هو n over 2 في الاول بلس اللاست ترم على ايه؟ لا مش على حاجه كده بس. صح. لسه جايبها والله. ان على طول في الفيرست ترم بلس اللاست ترم. اللاست ترم احنا ممكن كده عارفين الايكويشن بتاعته، ان هو a بلس n minus 1 في الديفرنس. طيب، احنا عايزين نعرف ايه ال n معانا، هم 30 روز، فال n ب 30، والفيرست ترم بكام؟ 47. 47 اهي، هو مديها لنا. ال n معانا برضو ادي 4، بس تعوض في الايكويشن هيطلع لك الاجابه على طول. A third and sixth terms of a geometric sequence are كذا، يبقى عايز الفيفث ترم، يبقى مدينا الثيرد والسيكث تيرمز. يعني معظم الأسئلة بتاعت السيكونس وكده أهم حاجة تبقى عارف الجنرال ايكويشن يعني. الجنرال فورميلا بتاعت الجيومتريك سيكونس إن ال nth term بيساوي A
في ار باور ان ماينس 1 صح؟ تقريبا كده ايوه كده. طيب. طيب فهو الثيرد ترم بيقول لنا بفيكس 3 4 اوفر 4 والسيكث ترم بكذا، فاحنا هنحط التو equations ونحلهم. فال ال الثيرد ترم هيطلع a في r باور 3 minus 1 اللي هي باور 2، هيطلع ب 63 over 4. طيب والثيكث ترمز fifth term a في r باور 6 minus 1 اللي هي باور 5، يطلع ب 1701 على 32. بس معانا اتنين equations نقدر نقسمهم على بعض، مثلا نقدر نعمل فيهم اي حاجة. ممكن تقسم الاتنين دول equations على بعض، تحس ال A تطير مع ال A وال R تبقى R باور 3 بس وتحلها. فخلونا نعمل كده، ممكن نقسم الاتنين equations دول على بعض، هيتبقى لنا ال A هتطير مع ال A و R باور 5 minus R باور 2 يعني R باور 3 هتساوي الاتنين دول over بعض. خلينا نحطها في الكالكوليتر على طول. نقول ان يعني عايزين كيوبيك روت لدي على دي، الايكويجن دي على الايكويجن دي. فهنقول 1701 على 32 divided 63 على 4. طلع لنا 3 over 2، يبقى ال R equal 3 over 2. طيب وال A؟ ال A جابها ان انت تعوض عن هنا يعني عوض عن ال R بأي equation من دول. ماشي، فهنقول A، خلينا نعملها شيفت سولف خلاص. A في 3 over 2 اللي هي R باور 2 طلعت لنا بكام؟ ب 63 over 4. دي الايكويشن الاولانيه. شيفت سولف عشان تجيب ال A تطلع ب 7. ال A ب 7، بس انت معاك ال A ومعاك ال R تقدر تجيب اي ترم. هو عايز الفيفث ترم، الفيفث ترم اللي هو عند ال A في R باور 5 minus 1 اللي هي باور 4 صح؟ طيب يعني 7 في 3 over 2 باور 4. 7 في 3 over الأقواس الأول باور 4. دي ماشي بس كده. find the imaginary part of 1 plus I power 10. دي تاني ميزة للكالكوليتر البيضة. ان هي انت لو حطيت ده في الآلة هيطلع لك الإجابة على طول. بس مش أزمة لأن هي سهلة يعني، برضو بتتعامل بالتانية، ممكن أسرع كمان بالطريقة العادية اللي بتنفع مع كل الآلات، مش أزمة ما تقلقوش. نحل ازاي ده بالكالكوليتر؟ أول حاجة ان انت آه، لو معاك الآلة البيضاء هتحط البتاع دي في الكالكوليتر هيطلع لك الإجابة على طول. خلاص خلصنا من الحتة دي. هو عايز الايماجينري بارت هتطلع الإجابة. طيب لو انت مش معاك هتعمل ايه؟ اول حاجة المفروض تحول الفورم اللي جوه دي، بدل ما هي آه انا مش فاكر اسمها كوردينيت فورم، المهم هتحولها للاويلرز فورم يعني. ماشي. طيب هنروح الاول المود بتاع الكومبلكس 2 وهندوس شيفت. هو في الآلة التانية كان في هنا زرار اوبشن، بس انت هنا هتلاقي كومبلكس تحت عند شيفت 2. ماشي. آم، هتكتب الأول الإيكويشن اللي هي 1 بلس اي. ماشي. وتدوس ايكوال، او مش هتدوس ايكوال يعني تدوس شيفت 2 وتدوس 3 اللي هي انت هتحوله بولار فورم. هيطلع لك ان هو الفورم بتاعته روت 2 والانجل ب 1 اوفر 4 باي. فانت اكتبه بالاويلر فورم اللي هو ايه؟ حط الاول روت 2 الار اللي هو الماجنتيود في اي باور الانجل اللي هي باي اوفر 4 في اي طبعا. ده كده حولنا ده للبولار فورم، وهو معمول طبعا باور 10. بس غيرنا اللي جوه. ماشي. فكده بقت سهله. هنعمل ايه؟ هندخل الباور جوه روت 2 باور 10. ماشي. ممكن تاخد منه نقسمها بس جوه بالراحه. روت 2 باور 10 تايمز اي باور باي اوفر 4 باي باور 10. ماشي. روت 2 باور 10 ممكن تقسمها باور 2 وباور 5. فالباور 2 هتطير ال 2 هيبقى انا 2 باور 5 اللي هي 32. ماشي. في اي باور لما يكون عندك باور معمول له باور تقدر تدخل باور جوه تضربها، فهيبقى انا 10 اوفر 4 اللي هي 5 اوفر 2 اللي هي 5 باي
over 2i. بس كده. اكتب ده في الكالكوليتر تاني. اتأكد بس ان احنا على الراد، احنا على مود الراد. طيب اكتب ده في الكالكوليتر تاني 32. بس ده مش معلش، ده مش الكالكوليتر ما فيهاش اويلر. فانت تقدر تحول اويلر من اويلر للكوردينيت فورم عادي، صح؟ ازاي؟ ان احنا عارفين الاي بتساوي اللي هي كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا، صح؟ طيب فهيبقى عندنا ده بيساوي 32 كوزاين ثيتا اللي هي ايه؟ 5 باي اوفر 2 بلس اي ساين 5 باي اوفر 2. بس كده احنا كتبنا الايكويشن 32 اللي هو الماجنتيود بعد ما عملنا باور 10 في كوزاين الانجل الجديده بلس اي ساين الانجل الجديده. طيب خلينا نحسب كوزاين الانجل وساين الانجل ده. 5 كوزاين، اتاكد بس ان انت على مود الراد. 5 باي اوفر 2 طلع لنا بزيرو، الجزء ده هيتكنسل اصلا. طيب والساين كده هيطلع 1 يعني، بس قلنا كده بيطلع ب 1. فهيبقى انا 32 وده هيتكنسل بلس ده ب 1، يعني 32 في 0 بلس 1 اي، يعني 0 بلس اي يعني 32 اي. يعني في الاخر ده طلع ب 32 اي. الحوارات دي كلها طلعت ب 32 اي، وهو عايز الايماجينري بارت بتاعها اللي هو 32 بس. حلو. لفه شويه بس، يعني من الاخر انت هتحول من ده للاويلر او للبولار فورم، وفي الاخر ترجعه تاني للكوردينيت فورم. لو عندك الآلة اللي بتحسب على طول حطها في الكالكوليتر هيطلع لك الناتج على طول. بس الآلات دي ما بتعملش باور 10 تقريبا، اخرها باور 3 حاجه كده. أه هنتأكد لو هو في هو عملها بحل تاني او حاجه. لا هو حولها للمود بتاع الفورم بتاع كوزاين وساين، وفي الاخر ضرب جوه. طيب uh, absolute z equal 1 then the point representing z lies on. ماشي. احنا عارفين ان الماجنتيود بتاع كومبلكس نمبر بيساوي x باور 2 بلس y باور 2. مش احنا عارفين ده من الماجنتيود؟ هي الهايبوتنس او البايثاغورس او اي حاجه، الماجنتيود اي حاجه x باور 2 بلس y باور 2، صح؟ ف ده الماجنتيود بيساوي 1. الفورم دي بتفكركم بحاجه؟ دي الفورم بتاعت السيركل، لما يكون x باور 2 بلس y باور 2 ايكوال رقم، فدي كده سيركل، والرقم ده هو الراديوس بتاع السيركل. فدي من الاخر سيركل الراديوس بتاعها 1. اوكي ماشي. for a complex number بيقول لك the argument theta represents the varying angle between the positive real axis and the line joining. ثواني، السؤال ده صيغته ما كانتش كده، خليني اقراه بالراحه. هو السؤال فعلا ما كانتش صيغته كده. يعني خلينا بس نحل السؤال ده، أنا مش عارف هو جابه منين يعني. بس بيقول لك for a complex number argument theta دي بتريبريزنت ايه. فالثيتا دي مش بتتغير في احنا بنتكلم على complex number هو موجود عادي في البلين. فدي ثيتا هي constant angle، هي مش distance ومش varying angle، فهي constant angle فهي بي. بس ما كانش ده السؤال. السؤال كان بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي انا عندي زد كومبلكس نمبر بيتحرك على دايره. كان سؤال كده بيقول لك there's a complex number that moves along the radius of a circle. يبقى الثيتا هيحصل لها ايه، او الارجيومنت هيحصل لها ايه؟ كان الاختيارات كونستانت ولا زيرو ولا فارايز. فالاجابه كانت فارايز يعني. كان سؤال عبيط كده، انا مش عارف والله لازمته ايه. بس من الاخر كان بيسالك لو عندي كومبلكس نمبر بيتحرك على حدود دايره ايه اللي هيحصل للانجل. فالانجل بتتغير، عادة بتزيد 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 وبعدها ترجع لاصلها. فهي من الاخر هتبقى فارايز، مش دي كان السؤال الحقيقي يعني. اوكي. اوكي. هنا كان بيقول لك the range of the principal argument is دي معلومة يعني مفيهاش كلام، يعني ان الرينج بتاع ال principal argument الإجابة دي هي المفروض تطلع بقى، ممكن تطلع بسم الله الرحمن الرحيم اسمها ايه دي، باي. بس الناحية التانية مش تبقى بنيجاتيف باي، يعني هي واحدة منهم. ما ينفعش تبقى bigger than or equal في الناحيتين، ما ينفعش يبقى less than في الناحيتين. هي واحدة منهم bigger than or equal لأن هي أنا لو لفيت ست باي خلاص،
فمش هلف تاني نيجاتيف باي، هي اختار واحدة منهم يعني. ماشي. فبس الإجابة من نيجاتيف باي ل... للباي. وهي معلومة يعني مش مفيهاش كلام بصراحة. ماشي. هو حللها ايه هنا؟ لا دي غلط. المفروض less than or equal، لأن انت ممكن يطلع لك باي، يعني انت ازاي منعت الباي؟ طيب هحطها على جوجل برضه اتأكد. انا هحطها دلوقتي يعني واحدة. اوكي جوجل برضه طلع لي less than or equal. هو بصراحة ما فيهاش كلام، بس انا كنت عشان ضميري يرتاح. بس هي واضحة يعني، المفروض less than or equal. انت عندك باي من ضمن الانجلز باي. خلاص. ممكن تقفل. ما مش عارف صوت التكسير باين هو غالبا باين يعني، فمعلش هقع عليه. ماشي. The bacterial population is modeled by كذا. Initially there are 500 bacteria. عايز بعد 3 hours the population reaches كذا. فعايزة number of bacteria. انت دي ممكن تعملها بإيدك، تقعد تضاعف في الكالكوليتر، أو ممكن تعملها two equations عادي. أنا بس في طريقة كده يعني intuitive كده بحب أعملها. انت هتحط الإيكويشن عادي، هو مديها لك ماشي. ان هي بتبقى ان ال P هتساوي ال P initial في R باور KT، وباللي هو مديهولي بعوض عن الفاليوز دي. يعني ايه؟ ادي ال P اهي اللي انا عايز اجيبها. initially there are 500 بكتيريا، هي من الجملة دي عرفت ان P not ب 500 خلاص. طيب after 3 hours، من الجملة دي عرفت ان T ب 3 خلاص اوكي. uh, after 3 hours the population reaches 1500. طيب هي كانت 500 وبقت 1500، يعني ايه اللي حصل لها؟ اتضربت في 3، صح؟ طيب اتضربت في 3 في غضون قد ايه؟ في غضون 3 ساعات. فالتي ب3، وال المالتيبليكيشن اللي حصل لها، الريشيو اللي حصل لها اللي هي ار ب3. فهي كل 3 ساعات تتضرب في 3. بس يعني ممكن ده الطريقة الانتويتيف اللي انا بحب افهمها كده، ان انا اطلع منها الفاليوز يعني. اوكي. اوكي ماشي. بس فاحنا كده جبنا الار وجبنا التي وجبنا البي نود. فالبي الفانكشن دي بتساوي 500 في 3 اللي هي الار باور كي في تايمز 3. والبي دي طلعت بكام؟ ب 1500. مش هو قال بعد 3 ساعات بقت 1500؟ خلاص اهي. 1500 تساوي 500 في 3 باور كي تايمز 3. آه هنجيبها ازاي الكي دي؟ ان احنا نقسم الناحية التانية يطلع لنا ب3. 3 بتساوي 3 في كي باور 3. آه... ثواني. لا معلش 1500 على 500. ثانية واحدة عشان انا اتلخبطت. انا مش عارف انا علقت ليه، بس احنا كنا ماشيين صح يعني عادي. اوكي نفس الايكويشن اللي احنا كتبناها اهي. كنا احنا طلعنا بس الجيفن. هنودي ال 500 الناحية التانية بالديفايد، فهتبقى 3. 1500 على 500 يعني 3 ايكوال 3 باور كي تايمز 3. ده هنا باور 1 وهنا باور كي باور 3، او خد لن للطرفين اي حاجه. ف 3 كي هتساوي 1، فكي هتساوي 1 اوفر 3. بس انت كده شكرا طلعت كل حاجه او عايزها. تكتب الايكويشن الاساسيه بقى. بي ايكوال بي نود اللي هي 500 في ار اللي هي 3 في كي اللي هي 1 اوفر 3 في تي. دي بقى دي اللي انت هتسيبها على حسب هو عايز تي ايكوال كام. دي الجنرال ايكويشن. هو عايز بعد 5 hours بس، فهتعوض عن التي ب 5. يبقى 500 في 3 باور 1 over 3 times 5. يطلع لك 3120 اللي هي دي. ماشي. The concentration of a drug in the bloodstream has a negative rate of change. Negative rate of change للconcentration، يعني concentration decreasing. The population of a species modeled what happens with population at t equal 1. عايز نعرف هي increasing ولا decreasing. نفس الفكرة نفس المسألة، بس هو بيقول لي هات الديريفيتيف الأول شوفه بوزيتيف ولا نيجاتيف.
هو بيقول لي what happens to the population at t colon increasing ولا decreasing ولا maximum cost. طب هعرفها منين؟ هعرفها من الديريفاتيف. طب هجيب ديريفاتيف ازاي؟ على الكالكوليتر. انا على مود الكومبلكس ماشي. x باور. كان ممكن اجيبها بايدي اسهل والله بدل اللي انا بعمله ده. ماشي بس عشان تعودوا على موضوع الكالكوليتر يعني. بلس 2 عند x كولون طلع لنا بكام؟ نيجاتيف 3. نيجاتيف ده رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف ده نيجاتيف، يعني بيحصل له ايه؟ ديكريزنج. شكرا. آه the integral. دي كانت رول. دي كانت رول يعني بروبرتي انا كنت مسجلها عندي، فانا حليتها بالطريقه دي. هتاكد لو بتتحل بالكالكوليتر بس قبل ما اعبف على الكالكوليتر عندي ثواني. اوكي انا افتكرت فعلا، ودي الطريقه اللي كانوا صحابي قالوا لي هم حلوها بيها. كتبوا الايكويشن عادي زي ما هي، بس بدل انفينيتي حط رقم كبير. طلع مثلا 10,000. حط مثلا رقم 100,000 ده ولا مليون. عشان طلع 11.5 مثلا، جم جربوا يعلوا الرقم مثلا، طلع آه 16.1. يغيروا مثلا يقللوا شوية، طلع ب 6.9. فهم لقوا ان مش بيطلع رقم ثابت، فطلع دايفيرجنت في الاخر. ماشي. آه دي طريقة شعبولية شوية لكن اتوقع ان هي شغالة. ممكن تحلها بالطريقة العادية بتاعت اللي انت تجيب الانتجريشن اللين وتجيب ليميت as t approaches infinity وكده ل 1 والt ل 1 over x، وتجيب الانتجريشن الاول وتحلها مسألة ليميتس. ممكن تعمل ده، او في بروبرتي اللي انا كنت حليت بيها، انا برضو سرشت عليها عشان اتاكد، اللي هي دي. لما يكون عندك انتجر في الفورم ده 1 over x باور p، لو ال p less than or equal 1 يبقى divergent، لو ال p اكبر من ال 1 يبقى هي convergent. ماشي. لو مثلا 1 over x باور 2 او 1 over x باور 3 او هكذا يبقى convergent. اما هنا هي less than or equal 1 هي ب 1. معلش هي باور 1، فكده divergent. ماشي. دي مسألة كالكوليتر بحت. ممكن تحلها بالبروبرتي لكن ممكن نعملها بالكالكوليتر وخلاص. هنعملها ازاي بالكالكوليتر؟ ان احنا نعمل ديريفاتيف للسؤال وديريفاتيف للاختيارات عند اكس معينه. هعمل ديريفاتيف للسؤال هيكنسل انتجريشن، يعني هعوض بالايكويشن دي عادي زي ما هي. اتاكد بس ان انت على الراد، وبعدين 10 باور 10 اكس باور 7 في سك اللي هي 1 اوفر كوزاين اكس باور 4. كالكوليت ده هنعمل كالك عند اكس ايكوال 2.5 مثلا، طلعت لنا بنيجاتيف 0.315. ماشي. طيب ده الناتج اللي طلعه لنا ده الايكويشن دي. هعمل ديريفيتيف الاختيارات، اشوف عند نفس البوينت هشوف انهي واحده هتطلع لي نفس الرقم ده. يبان الناتج كان سي تقريبا، مش فاكر. نجرب سي بس عشان ننجز. 1 over 8 في tan 10 x power 8 plus 1 over 10 في tan x power 10 عند 2.5 نيجاتيف 0.315 اللي هي نفس الرقم، يعني الإجابة سي. ماشي. نكمل. آه بيقول لك which differential equation corresponds to the loop field. اه في الامتحان ده كان كريتيف، ما كانش جايب الرسمة. قال لك انا مش هجيب الرسمة بقى، لا انا هبقى مختلف هعمل لك حاجة من تشات جي بي تي، وكان مديك كده 3 بوينتس. بيقول لك مش عارف ما بيتغيرش، بس كانت اسهل يعني. بيقول لك مش بتغير على الواي وعلى الاكس وده حاجه كده يعني. حاجه انت لو شفتها هتعرف تحلها من الرسمه برضو نفس الطريقه. على الواي شوف، على الواي بيتغير ولا لأ؟ على الواي لا، على الواي ثابت. على الواي حرفيا مش بيتغير نفس الحاجه، فالواي مش بتاثر فيه. فانت هتستبعد اي حاجه فيها واي. دي فيها واي استبعدها، دي فيها واي استبعدها، دي فيها واي استبعدها. الاجابه سي. في السؤال الحقيقي كانت كده برضو، كان جايب لك نقط وكان منهم بيقول لك مش بتأثر بالواي. الاختيارات كلها كان فيها واي ما عدا واحد بس. اوكي. all are the methods give the exact solution when ده كان سؤال جدلي. يعني لحد دلوقتي مش متأكدين اجابته ايه. انا بالنسبة لي الإجابة اللي كنت اختارها وشايفها المنطقية
هو الصراحه السؤال مش accurate يعني. آم، هي الاجابتين اللي كنا محتارين بينهم يا اما بي يا اما ايه. هي الاجابه الصح اللي احنا عارفينها هي بتكون exact او بتكون تقرب من الصح كل ما تقرب من الزيرو. ماشي. هو يعني انت عندك الاويلرز ميثود زي كده مثلا، فانت بتقعد تعمل سلوب سلوب سلوب، فكل ما تاخد السلوب ده عند نقطة قريبة قوي كل ما تقعد تقرب من السوليوشن الحقيقية. فهي الإجابة الصح المفروض إن هي ابروتش زيرو، لكن حتة إن هي الزيرو دي هي اللي خلت الإجابة دي يعني نشك فيها. هل هو عقليته هو قصده إن هي ابروتش زيرو، هو قصده كده، لكن هو يعني معتبر إن هي الزيرو يعني اللي هو أنا متأكد جدا إن هي من الإجابة. هو فاكر كده، بس المفروض الزيرو دي يعني أنا مش هتحرك من مكاني، يعني الستيب سايز دي الدلتا إكس اللي أنا بتحركها. فالزيرو دي أنا مش قاعد بتحرك، أنا قاعد بقول هروح 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 هروح، ومش مش بزود. آه لما ايه بقى، هي كانت منطقيه شويه. the function is linear and the step size large. الستيب سايز large عموما دي حاجه وحشه، بس مع اللينير انت بتاخد السلوب، فالسلوب في اللينير ايه، كونستانت. انا خدت سواء اخدته من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لهنا، مهما كان الستيب سايز هو كده كده كونستانت، فانا مش هتفرق معايا الستيب سايز. اما اويلرز ميثودز مع لينير عامه بتطلع لي اكزاكت سوليوشن، لان اويلرز ميثودز حتى اويلرز ميثود هتطلع لي السلوب، والسلوب كده كده في اللينير فانكشن كونستانت، فمهما كان الستيب سايز الاويلرز ميثود مع فانكشن لينير هو الاكزاكت، فالمفروض دي الاجابه المنطقيه شويه. آه ولكن السؤال ده جدلي الصراحه، هو مجهنا وجبنا ايه، مجهنا ستيب سايز زيرو. جوجل مش عارف، نجرب شوف جوجل اي يطلع ايه. مم، ماشي. فهو الصراحة جدلي، كان هي أنا مش شايفها تنفع إن هي زيرو بالظبط، لأ، لكن لو الإجابة كانت أبروتش زيرو فأوكي، لكن سؤال جدل ملوش لازمة نتكلم فيه يعني. طيب آه بيقول لك ده انتجرال how many applications of integration by parts عشان نحله. طيب ايه الانتجريشن باي بارتس؟ احنا كنا بنشوف حاجة بنعمل لها ديريفيتيف وحاجة بنعمل لها انتجريشن. ترتيبها بنعملها بكلمة I late. I دي كانت انفيرس، باين انفيرس فانكشن. ال دي اللوجاريثميك، الايه الجبريك. المهم يعني ان دي اكس باور 2 الجبريك، والاي اللي هي اللي في الاخر، فالاكس باور 2 اللي هنعملها ديريفيتيف، والاي باور اكس هنعملها انتجريشن. اكس باور 2 هنعملها ديريفيتيف مره هتبقى 2 اكس، واي باور اكس هنعملها انتجريشن مره هتبقى اي باور اكس. 2 اكس هنعملها انتجريشن ديريفيتيف ثاني هتبقى 2، واي باور اكس هنعملها هتبقى اي باور اكس برضه. خلي بالكم بقى من الحته دي. احنا الانتجريشن باي بارت احنا كنا بنعمل الحته دي كحاجه تسهيليه، حاجه كده ايه، بالحب ما بيننا، ماشي. فكنا بنقعد نفضل نعمل كده لحد ما نوصل للزيرو، وهنا اي باور اكس. خلي بالكم من النقطه دي، احنا كنا بنعملها بالحب كده. فنقول ايه، احنا كنا بنعمل دي تايمز دي ماينس دي تايمز دي، هنا بوزيتيف بعدها نيجاتيف، بوزيتيف بعدها نيجاتيف، دي تايمز دي ودي تايمز دي، لحد ما نقول احنا وصلنا للزيرو، فزيرو تايمز اي حاجه زيرو فخلاص. فكنا بنعملها كده بالحب كده، صح. فممكن حد يقول ان احنا عملنا واحد اتنين تلاته، عملنا تلاته انتجريشن باي بارتس. بس خلي بالكم، يعني بعيدا عن الحركه اللي بالحب اللي احنا بنعملها، خلونا نشوف اصلها ايه. اصلها ان احنا بنعمل انتجريشن، احنا كده عملنا انتجريشن باي بارت مره، فالايكويشن بتبقى ايه، بدل ما هي انتجريشن اكس باور 2 اي باور اكس، لما عملنا انتجريشن باي بارت اول مره بقت ايه، بقت دي تايمز دي، يعني اكس باور 2 اي باور اكس ماينس، عشان دي اشارتها انتجريشن، هنا بتبقى انتجريشن 2 اكس اي باور اكس. ماشي. فنروح واخدين ده عاملين له انتجريشن باي بارتس مره كمان. فاهمين ده اللي احنا بنعمله، بس احنا بنختصرها على بعض عشان ايه، طريقه بالحب كده. لكن هو انا بيسالني على كام مره بعمل باي بارت، فانت المفروض ترجع لاصل الطريقه نفسها. فانت هتاخد ده بتعمل له انتجريشن باي بارتس اهو، لكنه مساله جديده. انتجريشن باي بارتس هتعمله انتجريشن باي بارت مره، فهتاخد الدريفت فهتبقى 2، والانتجريشن هنا اي باور اكس، فهتعملها مره كمان هتبقى كده. هتفكك دي هتبقى ايه، نيجاتيف 2 اكس اي باور اكس. ماشي. ماينس بس هنا هتبقى بوزيتيف عشان هتكنسلها الاشاره. الانتجريشن بتاع ده صح، احنا بنمشي دايجونال بعدها هوريزونتال. انتجريشن لو بلس انتجريشن 2
اي باور اكس، صح؟ احنا بقى ايه تسهيلا بنقول ممكن نعمل باي بارتس مره كمان علشان نخليها بزيرو. بس ارجع لاصل المساله، احنا عملنا انتجريشن بارتس مرتين لحد دلوقتي، المره الثالثه محتاجه باي بارتس. ده اخر انتجريشن محتاج نعمله. هل الانتجريشن ده محتاج باي بارتس؟ اول واحد كان محتاج باي بارتس، تاني واحد وصلنا له كان محتاج باي بارتس اكس في اي باور اكس، اخر واحد محتاج باي بارتس ده هي اي باور اكس. انتجريشن اي باور اكس هتبقى 2 اي باور اكس. انت احتجت باي بارتس لده؟ لا. فاحنا عملنا باي بارتس مرتين. احنا بالحب يعني بالطريقه عشان نحل المساله بنعملها 3 مرات، لكن في الحقيقه احنا محتاجين باي بارتس مرتين، لان انا مش هعمل دي مش باي بارتس، لكن احنا بنقول ممكن نعملها باي بارتس بالمره طالما احنا بدانا في خطوات. لكن ارجع لاصل المساله، هل هي محتاجه باي بارتس؟ لا، دي انتجريشن عادي جدا مش باي بارتس، فعشان كده احنا عملنا مرتين بس. ده كان سؤالي لخبط الصراحه. طيب، برضو سؤال من الاسئله اللي هو كان حابب يتفزلك بيها بقى، احنا مستنيين ريمان صم بقى ونحلها، قال لك لا انا هسالك على الكونسيبت ذات نفسه. فاتوقع هو بقى بيخم في الحته دي، حته الكونسبتشوال يعني. as n approaches infinity the Riemann sum approaches، دي محتاجها فهم الريمان صم ذات نفسه. آه ماشي. ال n دي كانت ايه؟ n دي عدد الريكتانجلز. ريمان صم كان بيجيب بيشوف ريكتانجلز تحت بيقسم تحت الكيرف الريكتانجلز ويحسب الاريا بتاعتهم. فكل ما عدد الريكتانجلز يصغر، كل ما عدد الريكتانجلز يزيد، يعني كل ما الويس بتاع الريكتانجل يقل، كل ما تقرب اكتر من الاجابه. فانت لو عندك الان انفينيتي يعني عدد الريكتانجلز انفينيتي، فانت حرفيا بتجيب الانتجريشن. يعني ريمان سم اصلا بيحسب الانتجريشن بس بيحاول يقربه. لو مثلا ان ب 100، فانا عندي 100 ريكتانجل هيقربوا لي الاريا بتاعت اللي تحت ده. لو قربت بقى لان انفينيتي، انت حرفيا جبت الفاليو اهو خلاص. وده الديفينيشن بتاع الريمان سم. فالريمان سم لما يكون انفينيتي ده بيجيب لك الديفينيت انتجرال بتاع الفانكشن اصلا. طيب، آه ماشي، خلينا نوقف ثانيه وهرجع لكم اخد بريك بس وارجع تاني. اوكي نكمل. بيقول لك find the area of the region bounded by y equal كذا y equal كذا x equal 0 x equal 1. يعني دي من نوعات من مسائل الهداية يعني. انت عارفين area of the region bounded by two curves، فانت بس بتحدد ال two curves، تكتب الايكويشن هي integration y2 minus y1، وهنا x1 وهنا x2. فانت عارفين بس بتحدد ده من الجيفن. عندك ايه y اللي هي x for 2 plus 2، مش هتفرق بقى لو حطيت واي دي الاول او دي الاول، الفرق بس هيبقى في الاشاره. خد الابسولوت فاليو اللي يطلع لك يعني. فهنقول اكس باور 2 يعني انتجريشن اكس باور 2 بلس 2 دي واي 1 واي 2 اهي مثلا، دي ماينس واي 1، فماينس نيجاتيف اكس يعني بوزيتيف اكس. طيب واكس 1 بزيرو واكس 2 ب1. بس حط ده كده في الكالكوليتر زي ما هو، اكس باور 2 بلس 2 بلس اكس عند 1 عند 0 اه الاكس 17 اوفر 6 اللي هي اجابه سي. هل ده صح؟ المفروض ده صح. اوكي. دي كانت بي ستيب سايد زيرو فاكس ماشي. آه مدينا اللاين ار بينترسكت بلين. احلى حاجه في مسائل الانترسكشن دي انت بس يعني الحاجه اللي بحب اعملها دايما تعوض بفاليوز. آه بص، هو بيقول لك اللاين ده بينترسكت البلين ده عند ايه؟ معنى كلمه انترسكشن يعني ايه؟ يعني البوينت دي موجوده في اللاين وموجودة في البلين، صح؟ فانت عوض بالبوينت دي، شوف ان واحدة فيهم بتساتسفاي ايكويجن اللاين وفي نفس الوقت بتساتسفاي ايكويجن البلين، بس بدل ما تقعد بقى تعمل حوارات ان انت تحل المسألة وبتاع. تعالوا نجرب 2 و 2 و 2 هنعوض عنها في الار. هنحط هنا 2 و 2 و 2 equal 1 2 و 3. انا عوضت هنا بس مكانها في الار بلس تي 1 1 1. وهشوف هل في تي بتساتسفاي الايكويشن دي ولا لأ. لو في يبقى ينفع فعلا يبقى 2 2 2 موجوده في اللاين ده. فاهمين قصدي؟ طيب، تعالوا نجرب نفك الاول الكلام ده. يعني خلينا ناخدها بالفورم بتاعت كل الاكس لوحدها، اشتغل على الاكس لوحدها والواي لوحدها، اللي هي الفورم اكس ايكوال الاكس 1 دي بلس تي في اللي جوه ده. يعني الاكس هتساوي اللي هي 2 هي كوردينيتس، فانا هقول الاول 2 بتساوي ال1 بلس
تي تايمز 1 يعني تي، وهقول ان تاني واحدة اللي هي واي اللي هي 2 برضو بتساوي 2 بلس ايه تي في اللي جوه اللي هو تي برضو. طيب وهقول ان 2 برضو بتساوي اللي هي دي بتساوي 3 بلس تي في اللي جوه ناحيته اللي هو 1 برضو، يعني 3 بلس تي. طيب هل في تي بتساتسفاي التلاتة دول؟ يعني 2 بتساوي 1 بلس تي وفي نفس الوقت تساوي 2 بلس تي وفي نفس الوقت تساوي 3 بلس تي؟ ما شاء الله جوكر يعني. مش هينفع لو عملنا اصلا 1 بلس تي بتساوي 2 بلس تي، هلاقي التي كنسلت مع التي 1 ايكوال 2. فجميل يعني ما شاء الله. ف 2 2 2 ما نفعتش خالص. طيب ايه تاني ممكن نجرب؟ ممكن نجرب نو انترسكشن دي في الاخر لو واحده نفعت يعني. 0 3 و 3. طب خلينا نجرب 1 و 2 و 3 لان هي باينه قوي يعني، ما هي ال 1 و 3 هي موجوده اصلا. يعني انت لو عوضت عن التي بزيرو، دي الانيشال بوينت اللي معايا اصلا، لو عوضت عن الدي بزيرو دي هتتكنسل في الارب 1 و 2 و 3، يعني 1 و 2 و 3 موجوده اوريدي في اللاين. طيب هل هي موجوده في البلين؟ تعالوا نجرب 1 بلس 2 بلس 3 هل بتساوي 6؟ يبقى الاجابه 1 و 2 و 3. يعني حلوه وبسيطه خلاص. 1 و 2 و 3 اوكي. The direction angles of vector can take values. السؤال ده كان سيء يعني. هو انا عملته غلط غالبا. هو السؤال كان بيحتمل اجابتين، في اجابه منهم اقرب، لكن ايا يكن السؤال يحتمل اجابتين. الدايركشن انجلز جنرالي في الفيكتور، لو احنا بنتكلم في 3 دي فيكتور تبقى الاجابه دي. في 3 دي فيكتور هي بتاخد من 180 لنيجاتيف 180. لو بنتكلم على 2 دي فيكتورز اكس وواي بس، فهي من 0 ل 360. هو نيته انه واحده فيهم الله اعلم، بس انا شايف الاقرب يعني آه برضه بعد ما سرشنا وكده، غالبا الأقرب إن إحنا شغالين في منهجنا على 3D. آه ودي يعني أقرب للصواب يعني، فالإجابة المفروض دي. لكن مهما كان المفروض السؤال فيه غلطة، يعني المفروض إن 2D دي إجابة و3D دي إجابة، فعشان كده السؤال المفروض غلط. فبرضه سؤال جدلي من الأسئلة الجدلية، كان في سؤال جدلي في بتاع ده بالذات، إن إحنا لسه داخلين على الستاتستكس كان فيها جدل كتير يعني. ماشي. A cube has side length 10 سنتيمتر بيقول لك في cylindrical hole of radius 2 is drilled completely through the cube. Find the volume of the remaining solid. ماشي احنا عندنا كيوب، نرسم الكيوب عشان بحب ارسمه، معرفش ارسم. ماشي. وعملنا فيه هول cylindrical. ماشي. فانا عايز الفوليوم بتاع الريمينينج سوليد اللي هي هتكون فوليوم الكيوب ماينس فوليوم السلندر اللي انا عملته صح. طيب فوليوم الكيوب كام؟ 10 في 10 في 10 لان هو كيوب، ماينس فوليوم السلندر بكام؟ الفوليوم السلندر بيساوي area of the base times the height. area of the base اللي هي باي r squared h، اللي هي باي و r عندي radius ب 2 يعني 4، والهايت هو قال ب 10 ب 10 لان هو واخد طول واخد طول الكيوب فاهمين، فب 10 يعني 40 باي. فالفوليوم السلندر واخده 40 باي، فانا هقول 1000 minus 40 باي اللي هي دي. اوكي. هو هنا عاملها بي. بي ازاي؟ ثواني نسرش عليها مع بعض. اوكي. انا كنت ناسي الموضوع ده. هل هي اصلا كانت تبقى نيجاتيف؟ اصلا كان ينفع تبقى نيجاتيف؟ أم... اوكي يبقى انا اتلخبطت، معلش حقك عليا. أم... معلش لو انا لخبطتك في الحتة دي. هو فعلا اللي كنا محتارين ما بينهم كان ده وده، ما كانتش نيجاتيف خالص. انا بس اتلخبطت اول ما شفت 180، ما قرأتش البتاعة دي علشان اتلخبطت. فهي كانت فعلا يا اما من 0 ل 180 يا اما من 0 ل 360، دي لو 3 دي ودي لو 2 دي. فالإجابة يعني كانت بي الأقرب، مش دي معلش. خلاص كده بعتذر تاني على اللخبطة دي. A rectangle is inscribed in a semicircle of radius 2 with one side lying on the diameter. uh, the maximum possible area of the rectangle. طيب بيقول إن في rectangle جوه سيمي سيركل. خلينا نرسم السيمي سيركل الأول. وجواه
ريكتانجل، ويقول لك في وان سايد من الريكتانجل ده موجود على الدايمتر، يعني هو هنا، فالريكتانجل هيكون كده. ماشي. طيب عايز maximum possible area of the rectangle. انا بحب اتخيلها كده ان احنا ايه عندنا ريكتانجل اهو. انا بقعد اكنكم مثلا في سيميوليشن او في حاجه، ويب سايت او حاجه، وقاعدين بتلعبوا في الكوردينيتس بتاعه الريكتانجل. فممكن نخليه كده، ممكن نصغر الحدود دي بحيث نكبر نكبر الويت، نكبر اللينث، بس نصغر الويتس. ممكن اصغرها اكتر كمان بحيث اكبر الهايت اكتر. ممكن اصغرها اكتر بحيث اصغر الهايت، بس في نفس الوقت اكبر الويتس قوي. فانا مش عارف انه فيهم الصح. انا لما هصغر حاجه التانية بتتغير. ففي يعني في حته هي الصح، لكن هي بكام؟ انا مش عارف. وده اللي احنا عايزين نعرفه، فاهمين؟ دي كده احنا فهمنا المساله. طيب مش هنعمل ايه بعد كده؟ هنقول ان الاريا بتساوي، احنا بنقول ماكس، هو زي السؤال اللي احنا فوق، ماكسيمم اي حاجه. هنقول الماكسيمم اريا بتساوي اللينث بتاع الريكتانجل هو اكس في واي بس. طيب فاكرين في سؤال الفيلد اللي فوق كان عندنا قلنا لازم يكون عندنا جيفن نطلع منه نعوض بيه عن الواي، بحيث ان احنا يبقى عندنا انون واحد بس، لكن احنا عندنا اتنين. فانا لازم يكون عندي حاجه بحيث ان انا اشيل الواي واعوض مكانها حاجه قبل الاكس. فاكرين فوق قلنا اكس 2 اكس بلس واي ايكوال 2400. احنا عايزين حاجه كده برضو. فايه الحاجه دي؟ طالما هي حاجه مش مديانا في الجيفن، فدي حاجه احنا هنطلعها من الرسمه. وهنطلعها ازاي؟ خدوا بالكم من حته ريديوس، وخدوا بالكم من ان هو سيمي سيركل. فاحنا محتاجين من الاخر يعني، فكر فيها كده منطقيا، احنا محتاجين حاجه تربط ما بين اللينث والويدث وايه، والريديوس. لازم ادخل الريديوس في الموضوع، صح؟ طيب ايه هنا اللي دايما ثابت؟ ايه الحاجه اللي دايما بتساوي الراديوس؟ اكيد يعني انا ممكن اخلي ريكتانجل كده يبقى صغير قوي، هيبقى قريب من الراديوس، او ممكن اكبره قوي، اعرضه قوي فيبقى عامل كده، هيبقى قريب من الراديوس، بس مش هيبقى ايكوال الراديوس بالظبط. اما ايه، مهما لو غيرت هيكون ثابت ولامس الحته دي، صح؟ مش الحته دي من ادي السنتر اهو، مش الحته دي دايما راديوس والحته دي دايما راديوس؟ مهما غيرت حتى لو كبرته اهو بقى كده، اهي برضو راديوس وراديوس، فاهمين؟ فالحته دي مهما غيرت هي راديوس. والحته دي اللي هي ايه، نص الدياجونال بتاع الريكتانجل يعني، او ده الريكتانجل معلش، ماشي، ده الريكتانجل. الحته دي سيبك من دياجونال بقى او غيره، الحته دي كده دايما بار، والحته دي دايما بار. ماشي. طيب عايز اربط برضو ما بين الار والاكس والواي، صح؟ هعملها ازاي؟ ممكن حد لقطها، شايفين الريكتانجل ده اهي، ادي هنا واي وادي هنا نص اكس، الحته دي عند السنتر، ادي الجزء ده نص اكس والجزء ده واي، والهايبوتنس ار، والحته دي رايت انجل تراينجل، مظبوط، ان هو نازل بيربنديكولار، ان هو ريكتانجل. طيب يبقى ايه الرابط بيننا؟ اللي هي بايثاغورس ثيورم، ان ار سكويرد هيساوي هاف اكس سكويرد، يعني هاف اكس سكويرد فهتخش جوه تبقى 1 اوفر 4 اكس سكويرد بلس واي سكويرد. ده الرابط اللي احنا كنا عايزينه. حلو. طيب الار بكام؟ ب 2، بس خلاص هشيل الار واحطه 2 باور 2 يعني 4. يبقى انا كده بكل بساطه لقيت رابط ما بين الواي والاكس. حلو. هات بقى الواي في طرف والاكس في طرف، فهقول ان واي ايكوال سكوير روت، وهودي الكلام ده الناحيه التانيه 4 ماينس 1 اوفر 4 اكس سكويرد. كده انا لقيت واي بدلاله الاكس، فبدل ما هي كانت كده هقول ان اريا ايكوال اكس في 4 ماينس 1 اوفر 4 اكس سكويرد باور هاف او سكوير روت يعني. بس بقى عندك المساله دي، خلينا نكتبها احسن، سكوير روت منظرها هيبقى احسن. طيب يبقى عندك اريا بدلاله الاكس، وعايز تجيب الماكسيمم بتاعها، بقت المساله بس عايز الماكسيمم بتاع فانكشن. هتعمل ايه؟ ممكن تدخل الاكس جوه
الروت وتدخلها كأنها اكس باور 2. دي طريقة ان انت تدخل الاكس جوه بس هتعتبرها اكس باور 2 وتحلها مسألة روت، او تحلها بالكالكوليتر عادي جدا. هتعمل ايه؟ احنا قلنا ازاي تجيب ماكسيمم حاجة. دي المسألة، يعني الطريقة دي انا برضه مش عايزكم تعتمدوها دايما عشان ما يكونش المسألة معينة يحط كيس ما تشتغلش. لكن انا بقول ان انا كنت بحب استعملها في المسائل اللي هي ايه، اللي انا ضامن ان في سوليوشن واحد مثلا، او انا ضامن ان السوليوشن ده هيطلع لي، فانا عايز اوفر على نفسي. فهنقول مثلا نكتب الايكويشن زي ما هي، اكس في اكس، يعني نقول سكوير روت هنا. ماشي. 4 ماينس 1 اوفر 4 اكس سكوير. تعالوا نشيل الاكس اللي بره دي، بس دي الايكويشن اهي. فانا عايز الديريفاتيف عند اكس معينه انا ما اعرفهاش، هتطلع لي زيرو، ايكوال زيرو، وهدوس شيفت سولف. مسألة طبعا الكالكوليتر مش هتحلها. طيب افرض انت معاك كالكوليتر مش بتحلها، هتعمل ايه؟ هو عايز ذا ماكسيمم اريا، صح؟ صح. طيب انا عايز اجيب، يعني انت لو معاك كالكوليتر خلاص انت ما تسمعش الحته دي، انت خلاص هتجيب الاكس هيطلع لك بفاليو، هتعوض عنها في الايكويشن تاني هتطلع الاريا. خلي بالك هو عايز الماكسيمم اريا، ما تتلخبطوش. فانت هتجيب الاكس وبعدها تعوض تاني عشان تجيب الاريا. طيب فلنفترض ان الاريا كانت بحاجه معينه، يعني خلينا نرجع هنا. ماشي. خلينا نشيل الديريفيتيف ده خالص، وادي الايكويشن اهي. ماشي. دي كده الاريا، صح؟ مش الاريا بتساوي ده، فدي كده الاريا. ساويها مثلا، فنفترض ان هي طلعت 2. انا هفترض ان الاجابه 2، ان الماكسيمم اريا طلع ب 2. فانا هساوي ده ب 2 كده وادوس شيفت سولف. الاكس طلع بكام؟ 1.0357. هرجع الاكس دي هستعملها تاني، هشوف، يعني دي الاكس، هشوف هل الديريفاتيف عند الاكس دي بزيرو ولا لا. لو كده يبقى هي ماكسيمم فعلا. فاهمين؟ انا عملت ريفيرس للعمليه. يعني انا بشوف، انا بدور على الاكس اللي لما اجيب الديريفاتيف عند الاكس دي يطلع بزيرو، فده الماكسيمم، صح؟ صح. طيب انا الكالكوليتر بتاعتي مش عارفه تعمل كده، فهعكس. انا اوريدي هفترض ان هي دي الاريا اصلا، فهجيب ان هي دي الاكس، وبعدها بقى اسال نفسي هل فعلا دي الاكس ولا لا. طب هعرف ازاي؟ ان انا اعوض بالديريفاتيف واساويه والاكس دي واشوف هيطلع بزيرو ولا لا. فهرجع للديريفاتيف هنا واقول عند اكس ايكوال 1. لا معلش، ما كانتش 1، كانت عند اكس ايكوال اكس، يعني هي كده كده مسجله في الاكس ما تقلقوش. 1.793 فلا. طيب تعالوا نجرب تاني. هل هي مسجله الايكويشن؟ هحتاج اكتبها تاني. ماشي. اكس في روت 4 ماينس 1 اوفر اكس سكويرد. علشان الوقت تعالوا نشوف اصلا الناتج كان كام. 29 جابة 4. طيب آه ماشي. هنقول ان الاجابه ماشي، معلش سوري. آه هروح هنا وهساويها بفور. لا بره. هساوي دي الاريا، هساويها بفور. انا قعدت اجرب الاختيارات وصلت لفور. هفترض ان الاريا فعلا بفور واشوف الاكس بكام. شيفت سولف. الاكس طلعت عندي 2.828. فهشوف هل الديريفتيف عند الاكس دي فعلا بيطلع زيرو ولا لا. هرجع للديريفتيف واساويه عند اكس، يعني كده كانت سجلت. تايم اوت. طيب تعالوا نكتبها بايدينا. 2.828. طلع رقم صغير جدا جدا اللي هو اصلا بزيرو. لو انت مش متأكد، لكن هي خلاص كده، يعني هي انا لو كملت بالاكيوريسي، يعني لو كملت اكيوريت شويه، هو الاكس هنا بكام؟ 2.828. طيب هو ليه طلع ليه عمل تايم اوت؟ انا مش فاهم. ممكن ان هو كان ممكن كان انفليكشن بوينت او حاجه. مش متاكد الصراحه، لكن يعني انا عارف ان هي ملخبطه شويه. فلو عرفت تستلف كالكوليتر هي الجديده حد هيبقى احسن. كده كده ممكن تحلها بايدك او ممكن تجرب الاختيارات زي ما قلنا. لكن احنا قلنا هنا هنعوض. هي الاكس بكام؟ 2.82842. تعالوا نقربها شويه. 2.842. هتلاقي بس بتقرب من الزيرو قوي. 10 باور نيجاتيف 5، يعني بتقرب بالزيرو، فهي هتكون دي الاجابه فعلا. بس انت حرفيا كل اللي انت محتاج تعمله انت توصل للفورم دي، بعد كده الكالكوليتر هتصرف في الباقي يعني. آه هو عملها بنفس الطريقة بس عشان يسهل عمل باور 2 عشان يحلها بإيده. فقال ايه باور 2
equal x باور 2 في الكلام ده لو الروت هيتشال. آه، القوس بره معلش. طيب بس وهيدخل x باور 2 بره وهيحلها عادي بالديريفيتيف يعني. 3 points are observed using GPS if the determinant of their coordinate matrix is equal to 0. Then the 3 points are للأسف أنا مش شخص شاطر أوي في الماتريكس بس أنا جربت أرقام وجربت ماتريسيز يعني وجربت وتخيلتها. فالإجابة المفروض كانت إن هما كولينير. هو بيقول لك إن كانت كولينير ولا the determinant of their coordinate matrix is equal to 0. آم، الديترمينانت بتاع 3 بوينتس. انتوا فاكرين زمان لما كنا بندرس ان احنا نقدر نحسب الاريا بان هو بيساوي الديترمينانت. فاكرين الاريا بتاعت التراينجل لما يكون فيه 3 بوينتس كنا بنعمل لها كماتريكس وبنحسب الديترمينانت بتاعتها. سواء فاكرين او لا فدي كانت طريقه ان لو عايزين نحسب الاريا بتاعت تراينجل واحنا معانا البوينتس بتاعتها اكس وواي مثلا 2 و 3 وهكذا، كنا بنحطهم كهيئه ماتريكس وبنحسب الديترمينانت بتاع الماتريكس دي ونضربه في هاف يطلع لنا الاريا. فالاريا ليها علاقه بالديترمينانت. طيب الديترمينانت طلع بزيرو يعني الاريا بكام؟ بزيرو. طيب ايه من دول اللي هيخلي لي في الاريا بتاع التريانجل بزيرو؟ هل ان هي فيرتيسيس بتاع التريانجل؟ لا، ما هو كده هيكون في ليها اريا فلا. فيرتيسيس بتاعت سكوير؟ لا، هم اصلا 3 بوينتس ازاي بتوع سكوير؟ كولينير على نفس الستريت لاين؟ ايوه، هم لو على نفس الستريت لاين هاجي اوصل ما بينهم هلاقيهم ما عملوش تريانجل، هلاقيهم خط الاريا بتاعته زيرو. فهي دي الاجابه فعلا. اوكي. The probability that a student passes science is 0.5 and the probability that a student passes both science and English is 0.42. دي تعويض على القانون العادي. probability English given ان هو بيحقق ان هو عدى الساينس هتساوي probability of intersection ما بينهم ال E intersect الساينس على probability الساينس. ماشي. طيب probability ان ال E intersect الساينس اللي هي ايه؟ اللي هي both، اللي هي دي اللي هي 0.42. طيب على probability science ذات نفسها ايه؟ 0.5. بس هحط ده في الكالكوليتر. 0.42 divided 0.5 دي اللي كانت في الاختيار تقريبا اصلا 0.84 دي. اوكي. اوكي. If the confidence level is increased from 90% to 95%. ماشي، خليني افتكر البتاع دي نكمل. يقول if the confidence level is increased from 90% to 95% فإيه اللي هيحصل للmargin of error؟ فهو الجراف كان المفروض عامل كده. والمارجن اوف ايرور كان قانونه على ما اتذكر كان margin of error كان الزد سكور في ال الستاندرد ديفيشن على روت ان اللي هي جديدة. ماشي. طيب المارجن اوف ايرور كان هو الحدود بتاعك. يعني انا لو كان عندي confidence interval مثلا هنا عند 90%، فانا كان متبقي لي هنا 5% وهنا 5%، والحدود دي كلها 90%، وده المارجن اوف ايرور. ده كده المارجن اوف ايرور. فانا لما اكبر عندي الرقم ده ل 95%، فانا الجراف اتحرك عندي هنا كده، واتبقى عندي هنا بس 2.5% وهنا 2.5%، والحدود دي كلها 95%، فالمارجن اوف ايرور كبر. ماشي. فالاجابه increases. برضو انت لو شفتها من القانون هتلاقي ان المارجن اوف ايرور بيساوي الزد سكور في سيجما على روت ان. لما اكبر الكونفدنس ليفل الان ما اتغيرتش والسيجما ما اتغيرتش، اللي اتغير بس الزد سكور. الزد سكور ده كان بيساوي ايه؟ انا مش فاكر اسمه بالظبط، لكن هو كان بيساوي الزد عند الحته المتبقيه دي. يعني انا لو كان متبقي هنا لما كان 90% متبقي كام؟ متبقي 5% يمين و5% شمال، فانا كنت بحسب الزد عند ال 5% دي. ماشي. فكانت بتطلع تقريبا 1.6. طيب انا كبرت كبرتها 95%، فبقيت هنا بس متبقي ايه؟ 2.5%. فانا هحسب الزد عند 2.5%.
بتطلع تقريبا 1.96، كانت ارقام محفوظه كده. فبرضو الجبريكلي هلاقي انها مارجن اوف ايرور كبر. ماشي، فالاجابه انكريسز. اسئله الستاتستكس ما كانتش الطف حاجه الصراحه، بالذات السؤال ده كان controversial برضو. جدلي جدا يعني. A company claims that 60% of its customers are satisfied with its service. وهم لقوا ان البي هات ب 0.52 اللي هي 52%. طيب، هم بيقولوا ان 60% من الكاستمرز فرحانين. لما عملوا سيرفي فعلا طلعوا بس 52%. فبيقول لك بقى ان الكومبانيز كليم ده ترو ولا فولس ولا نو كونكلوجنز ولا سامبل بروبورشن. هو صراحه السؤال مش لطيف، سؤال كرنج كده. ما هو انت، انا عشان اعرف الرقم ده ترو ولا فولس، فاكرين اللي هي النال هايبوثيسيس. انا عملت افتراض، ماشي، وعايز اشوف الافتراض ده ترو ولا فولس. بعرف منين؟ المفروض في حاجه اسمها significance level، فاكرين في الجراف كده. ان مثلا انا عندي الافتراض العادي ده، وانا افترضت مثلا حاجه هنا، افترضت ان هي مثلا 30%. فانا المفروض يكون عندي حاجه اسمها significance level اللي هي تقول لي انت امتى تبعد قوي، يعني امتى تكون بعيد قوي عن الصح، امتى تكون خلاص لا غلط. فمثلا لو significance level عندي كان هنا مثلا 40%، وانا طلعت حاجه قبله، فكنا بنقول ان لا، انت كده بعدت قوي، فانت كده المفروض الكليم ده فولس. ولو كان بعده فهو قرب من الحقيقه، فكده كنا بنقول ان الكليم ده ترو. ثانيه لو كنا عكست، ثانيه واحده. ايوه ايوه، احنا لو بعدنا عن السيجنيفيكانت ليفل ورحنا مثلا بعيد هنا كده، فاحنا بنبعد عن الاتش نود النال فاليو. فاحنا بنريجكت الفاليو دي، انا ببعد عنها. فانا لا، يبقى الكليم بتاعي هريجكته. لان انا ببعد يعني لما بعد. انا عملت كليم ان هي 60%، لكن لما عملت سيرفي فعلا لا، انا بعيد قوي عنها. آم، فالمفروض لا بريجكت. طيب انا لو قربت منها قوي، لو قربت منها خلاص لا، يبقى انت خلاص، يبقى الكليم بتاعك ترو. طيب، ده ريلاتيف لايه؟ يعني انا لازم يكون عندي مقياس اقيس عليه. يعني انا مفيش حاجه اسمها بعيد وقريب. بعيد المفروض تبقى نسبة لحاجة. ايه الحاجة دي؟ اللي هي السيجنيفيكانت ليفل اللي هي كانت الفا. المفروض يحددها لي، يعني المفروض يكون عندي ريفرنس عندي اشوف قبله وبعده، لان كلمه بعيد وقريب ما ينفعش اقولها للستاتستكس. علشان كده هو ما حددهاش في السؤال، فعشان كده السؤال كان رخم. فاحنا ما كناش عارفين، انا ما كنتش عارف هل اختار نو كونكلوجنز كان بي ميد علشان هو مش قايل لي الالفا. بس هو كان قايل جمله في الاخر، هو ما كانتش كده، كان قايل جمله في الاخر، كان قايل ذا سامبل از فار فروم population، كان قايل كلمه فار. فهل انا اختارها علشان كلمة فار دي تدل ان هي بعيدة فخلاص اعتمدها، ولا لا فار دي حاجة ما ينفعش كده كواليتيتيف، لازم كوانتيتيف واحسبها بنفسي، فاقول برضو النو كونكلوجنز. انا ما اعرفش صراحة، لكن لما دورنا عليها بعد الامتحان لقينا إن اقرب حاجة كانت ان هي بي. هي يا اما بي يا اما ايه. هو طالما قال ان هي فار، يعني انا بكليم ل 60% مبسوطين، لكن طلع لي ان هي بس 52%. وهو اخر جمله قال لي ان ال 52% دي far from the true value او far from the population حاجه كده. فطالما هي فار يبقى هي likely false. ماشي. في ناس تانية قالت لا، هو ما قال لي لازم يحدد لي الرقم اللي اقيس عليه، فنو conclusions. لكن والله اعلم، غالبا الاقرب ان هي likely false عشان كلمه فار دي. لكن سؤال مستفز برضه. السؤال ده برضه مكتوب غلط. هو كان السؤال الحقيقي بيقول لك the value is closest to the real value امتى؟ يعني الداتا is closest to the real value حاجة كده. data is closest to the real value امتى؟ وكانت الاختيارات مش كده، كان اختيارات باين لما اعمل population distribution ل all populations، ولا sampling distribution ل all. كانت حاجة كده يعني. انا السؤال ده مش متجاوب صح، مش متجاوب صح، فنسكيبه يعني. In a predator-prey problem, if the prey population increases, then. طيب دي كان في ناس حلتها بناشونال جيوغرافيك، وناس حلتها ب... بالقوانين وكده. انا لما اتذكر حلتها بالقوانين، خلينا نفتكر بس القانون وبعدين نحلها برضو intuitively يعني. اوكي. آه دي equation البري. ثانية واحدة. equation البري، ودي equation البريدتور. بري اللي بيتاكل، وبريدتور اللي بياكل.
سيبوكم من التعقيد، يعني كل اللي محتاج تعرفه ان ايه البري هو initially كان بفاليو كونستانت في اكس. البري اللي هم بيتاكلوا، قول مثلا الارانب، هم ارانب وايه مش فاكر، الحاجه بتتاكل يعني، اللي بيتاكل هو initially موجود منه عدد، موجود مني عدد اهو. اوكي. بس معدل نمونا بينقص، قاعد بينقص. فاللوس ده بسبب ايه؟ بسبب الهانتنج، بسبب ان احنا بنتاكل. فاحنا initially موجود مننا حبه، بس قاعدين بنقل، او في معدل لوس بسبب الهانتنج. ماشي. البريدتور بقى، لا البريدتور العكس، البريدتور انيشيالي احنا بننقص. اللي في العادي الانيشال بتاعنا ان احنا بنقل، بس الحمد لله الحمد لله قاعدين بنزيد بسبب ايه؟ بسبب ان في ارانب ناكلها. ماشي. ده concerning الارانب يعني الكونسبنت ده. فالحمد لله ان في ارانب، احنا initially احنا بنموت، لكن الحمد لله ان في ارانب بناكلها، فقاعدين بنزيد بنزيد بنزيد. فالنيجاتيف فاكتور بسبب الانيشال كونديشن بتاعنا ان احنا في العادي بنموت، لكن البوزيتيف فاكتور بسبب اللي احنا بناكلهم. فلو لو اللي احنا بناكلهم قلوا، بقوا نيجاتيف اكتر، فاحنا هنموت اكتر. لو زادوا فاحنا هناكل اكتر، فهنبقى بوزيتيف، فهنعيش اكتر، فمعدلنا هيزيد. فاهمين؟ اما البري هم الموجودين بكثره، هم اوريدي موجودين، بينقصوا بسبب ان هم بيتاكلوا. طيب هو بيقول لي لو البري زادوا، لو البري بوبيوليشن زادوا، يعني الدي اكس باي دي تي زادت، يعني معدلنا كبري زادوا، ايه اللي هيحصل للبريدتور؟ البريدتور والله دول زادوا، فاحنا بقينا نلاقي حاجه بناكلها اكتر. يبقى ايه اللي هيحصل لينا احنا؟ معدلنا احنا ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. فهي الوحيده اللي فيها increase after some time. بس خلينا نوضح ليه after some time، عشان لو كانت موجوده الاثنين في الاختيارات. ممكن تفهموها من الايكويجن. انا initially بموت، انا initially في قليل مني مثلا، ال ال ماشي. فانا initially معدلي نيجاتيف، فقاعد بموت بموت بموت. بس الارانب اللي باكلها قاعده بتزيد بتزيد بتزيد. فانا آه انا مثلا كنت نيجاتيف 5، ماشي، الديريفيتيف بتاعي نيجاتيف 5، يعني معدل نموي نيجاتيف 5، يعني بالعكس انا قاعد بموت بموت بموت. بس الارانب زادوا، ماشي. فبدل ما انا بموت بنيجاتيف 5، بقيت بموت نيجاتيف 4، بقيت بنموت معدل موتنا اقل نيجاتيف 4. العنب زادوا كمان، فبقى نيجاتيف 3، زادوا كمان نيجاتيف 2، زادوا كمان نيجاتيف 1، زادوا كمان 0، زادوا كمان. فبقينا بدل ما بنموت بنعيش من كتر ما العنب اللي احنا بناكلها 1 2 3. فالديريفاتيف بقى ب 1 قلب بوزيتيف، قلب بوزيتيف، يعني احنا بقينا بنزيد. بس بقى بيزيد امتى؟ افتر سام تايم، لان هو اصلا كان نيجاتيف، قعد شويه شويه بيزيد في النيجاتيف، يعني بيقاوم موته لحد ما وصل لمرحله ان هو بيموتش، مرحله وسط كده، ما بيموتش. بعدها بقى بوزيتيف، بقى بيزدهر، بقى بينمو. معنى ان الديريفيتيف بوزيتيف يعني هو بيزيد، فبقى انكريزز. بس وصل لمرحله الانكريزز دي بعد ايه؟ بعد سام تايم. دي الطريقه الانتويتيف اللي في لا ده اخر سؤال. كان في سؤال كمان، كانت تلاقي سؤال statistics عبيط برضه، هو كمان سؤال statistics ما الطف حاجه الصراحه. بس ما اتوقعش عندي حاجه تانية اقولها، مش عايز اطول يعني. ربنا يوفقكم وييسر لكم الامور يا رب. حاجة أخيرة بس بالمرة، يعني الواحد افتكرها، لأن الوفيات بقت كتير، يعني ربنا يعافينا يا رب ويحفظ أهلنا جميعا. لسه كانوا باعتين جدة زميلتنا رقية الكاتب ماتت، فأدعوا لها بالرحمة. يعني دي فرصة إن احنا ندعي عشان نلاقي حد يدعي لنا لما نموت. ولعل ده يكون صداقة جارية، يعني نحتسبها لوجه الله. بس أنا بتمنى لكم التوفيق كلكم، يعني إن شاء الله الامتحان يكون كويس. بس مش عايز، ما بحبش أرغي في الآخر. ربنا يوفقكم وييسر لكم أمور. السلام عليكم.